نكمل كلامنا على الديناميك راوتنج، بس هنخش في عيله اللينك ستيت بروتوكولز. تمام. اول حاجه نعرف يعني ايه لينك ستيت، وده احنا قلناه في السيشن بتاعه اللي هي الانترودكشن بتاعه الديناميك راوتنج. تمام. هنتكلم عنها زياده بقى شويه. تمام. هنعرف ازاي بتريسبوند للتوبولوجي تشينجز، ازاي بتتفاعل معاها. تمام. هنعرف يعني الادفرتايز او الشبكه ازاي يعني ازاي الشبكات بتعرف بعض، وازاي يعني اللي هي مش زي الديستانس فيكتور اللي هم بيشيعوا الشبكات والكلام ده. انا عارف هنا نظام البروتوكولات دي بتشتغل ازاي يعني. تمام. وعندنا اشهر بروتوكول عندنا الاو اس بي اف، في حبه معلومات عنه هنبدا نعرفها. تمام. حبه معلومات كتيره يعني هنبدا نعرفها، والكونفيجريشن بتاعه والايه والادفانتجز والديس ادفانتجز برضه. تمام. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فبقى معايا عشان هنا ايه هنكمل كلامنا بتمهيد عن اللي احنا لسه واخدينه. زي ما قلنا الديستانس فيكتور بروتوكولز زي الريب مثلا بيبعتوا الايه الراوتنج تيبل كامل للنيبر. تمام. تمام. والراوترات في الديستانس فيكتور ما بيبقاش عندها فول يعني ما بيبقاش عندها التوبولوجي كامله. تمام. زي ما قلنا ايه بيتراست للنيبر على طول. النيبر قال له روح كذا فبيروح بالطريقه دي، بيمشي كده بيمشي كده. تمام. فمن غير ما ايه من غير ما يبص على حاجه يعني، من غير ما يتاكد، من غير ما يفيريفاي بنفسه الطريق ده. اوكي. فده زي ما قلنا بيشتغل للشبكات الصغيره بيبقى كويس. بس كل ما الشبكه تكبر كل ما يبقى العوائق تكتر بالنسبه للديستانس فيكتور. تمام. علشان كده اخترعوا لنا الايه اللينك ستيت بروتوكولز اللي هي خصوصا الاو اس بي اف. تمام. الاو اس بي اف بيبيلد فول توبولوجي ماب للايه للشبكه بتاعته، للشبكه كلها يعني. يبقى التوبولوجي كلها عنده يعتبر. المهم، ايه هو اللينك ستيت؟ زي ما احنا قلنا في المحاضره اللي قبل اللي فاتت، هي كده هي بالنسبه للتسجيل الاخير هي اللي فاتت، بس بالنسبه للايه للترتيب يعني بتاع المحاضرات هي اللي قبل اللي فاتت. اوكي. فاللينك ستيت بتعبر اللي هي لينك اللي هو اللينك اللي بين الراوترين، والستيت اللي هي الحاله بتاعت اللينك ده بقى، اللي هو اللينك ده شغال ولا لا، كونجستد ولا لا، الترافيك فيه عامل ازاي، الباندويث بتاعته عامله ايه، الكلام ده كله. اوكي. ده معنى اللينك ستيت. تمام. فبدل ما بنشير بدل ما بيشيروا الراوتنج تيبلز، الديستانس فيكتور بيشيروا الراوتنج تيبلز، هنا اللينك ستيت البروتوكولات بتاعته اللي هي خصوصا الاو اس بي اف بيشير الايه حاله اللينك نفسها اللي متوصل بيه دايركت. كل اللينك او مش دايركت، كل اللينكات اللي يعرف عنها اي معلومه بيشيرها. اوكي. فبالتالي بيبقوا عارفين كل اللينكات اللي في الشبكه، وفي نفس الوقت عارفين حالتها. تمام. تمام. انا مش عارف اخش لكم على على الرسمه والكلام ده كله ولا لا دلوقتي ولا ايه. ثانيه كده نبص كده بص على آه 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 آه. مش عارف اخش في ايه بالظبط دلوقتي. طبعا خلينا في دي. دي عامه زميلتكم ملك كانت عملت الويب بيج دي، شارحه فيها الدايجكسترا الجوريزم شغال ازاي. ودي يعتبر شرح الميكانيزم بتاع الاو اس بي اف بشكل كامل يعني. تمام. هنعتمد عليها في الشرح برضو يعني ما هتساعدنا في ان احنا نفهم، او يعني هي شكلها معقد شويه من ظاهريا يعني شكلها معقد، بس هي نفسها مش سهله في الفهم يعني. تمام. ما تقلقوش يعني، مش الشكل ده، لا الموضوع بسيط خالص يعني. ماشي. هو المغرب بيأذن. طب ايه ماشي. خلينا نكمل بس سلايدين او حاجة، ونروح ناخد ايه ناخد اسمه ده البريك يعني. تمام. هناخد مثلا سلايدين كده ولا حاجة سريعا ونروح ناخد الايه البريك. when link go up or down. ماشي. يعني ايه بيهندل التوبولوجي تشينز؟ زي ما قلنا الاو اس بي اف بيهندلوا حاجه اسمها التوبولوجي تشينز. التوبولوجي تشين مبدئيا زي ما قلنا اللينك ستيت بروتوكولز او الاو اس بي اف خصوصا بيبعتوا ايه بيبعتوا اللينك انفورميشن، حاله اللينك دي او معلومات عن اللينك ده. تمام. بتتبعت بايه؟ بتتبعت بمسجات اسمها ال اس اي، اختصار لينك ستيت ادفرتايزمنت. تمام. ادفرتايزمنت تقريبا معناها بالانجلش اعلان. تمام. او بيعلن اعلان. اعلان. تمام.
فدي مسجات اللي بتعلن عن حاله اللينك. تمام. فتبقى مسجات صغيره كده بتتبعت ما بين الراوترات علشان يعرفوا لبعض ايه، تتبعت للدايركتلي كونكتد نيبرز علشان يعرفوا حاله الايه الراوترات دي. تمام. تقعد تتبعت ما بين الراوترات كلها، وهي كده كده مسج صغيره، فمش بتاخد من الباند ويتس قوي والكلام ده كله، مسج صغيره فيها معلومه صغيره بتتبعت بس للدايركتلي نيبرز. تمام. بحيث ان ايه المسج دي توصل للناس كلها يعتبر في نفس الوقت، فالراوترات كلها في نفس الوقت تحدث الراوتنج تيبل بتاعها بناء عن الايه، عن اللينك ستيت ادفرتايزمنت اللي جالها. تمام. بناء على حاله اللينك اللي موجوده. تمام. فدي الطريقه اللي بيهندلوا بيها التشنجز بتاعت الايه، بتاعت التوبولوجي. تمام. اي لينك حصل فيه اي حاجه بي ايه بتتبعت في لينك ستيت ادفرتايزمنت. تمام. عشان تديسكرايب الايه، توصف الحاله الجديده دي ايه. البورت مثلا وقف اتعطل، طب لا البورت رجع شغال تاني، طب اللينك ده الترافيك بتاعه عالي، طب لا اللينك ده الباندويتس بتاعته بقت احسن، طب البورتين دول غيرنا سلك وحطينا سلك بباندويتس اعلى كده يعني. تمام. فال اس اي دي اللي هي اختصار للينك ستيت ادفرتايزمنت بتفلود، يعني بتتبعت في الشبكه كلها ايه عن طريق النيبرز، نيبر باي نيبر، كل نيبر بيبعت للي جنبيه. تمام. طيب. بناء على الاي اس اي دي الايه الراوتنج تيبل في الشبكه كل راوتر بيتغير. بناء عليه الراوترات بترن الاس بي اف اللي هو الشورتست باس فيرست الجوريزم، بيعملوا رن اللي هو زي الدايجكسترا كده، عشان يعملوا ايه ابديت للراوتنج تيبل بتاعهم، عشان يغيروا الراوتنج تيبل بتاعهم، يحددوا الايه البيست روت. تمام. تمام. سريعا برضو في بعض المفاهيم اللي احنا محتاجين نتكلم عنها. تمام. بعض المفاهيم اللي احنا محتاجين نتكلم عنها بس ليها علاقه باللينك ستيت. عندي حاجه اسمها ال اس دي بي، وعندي الاس بي اف، ويعني دول اهم حاجتين يعني. اوكي. أوكي. اول حاجه زي ما قلت لكم، انا بيبقى عندي ايه، اسمه ده، انا بيبقى عندي راوتنج تيبل مثلا. تمام. زي ده. اوكي. زي الراوتنج تيبل ده. اوكي. الفكره في اللينك ستيت ان الراوتنج تيبل ده يعني بيبقى مش ده الحاجه الوحيده بس اللي بعتمد عليها في اللينك ستيت. عندي حاجه اسمها ال دي بي اس، ال اس دي بي اس. تمام. اللي هي اختصار لايه، لينك ستيت داتابيز، لينك ستيت داتابيز. تمام. لينك ستيت داتابيز دي ايه، هنا مش احنا قلنا ان اسمه ايه ده، في ال اس اي بتتبعت، ال اس اي دي فيها انفورميشن. طب الانفورميشن دي هتتخزن فين، بتتخزن في ال اس دي بي دي. تمام. ال اس اي اللي هي لينك ستيت ادفرتايزمنت. تمام. اللي هي المسج اللي فيها بتوصف الحاله بتاعه اللينكات، بتتخزن المعلومات اللي هي جايه بيها دي بتتخزن في الايه، في الداتابيز بتاعه اللينك ستيت داتابيز. تمام. تمام. فكل اللينكس دي انا بيبقى عندي مثلا اللينك الفلاني، يعني مثلا اهو اللينك ده، يعني مثلا بالنسبه للراوتر ده ليه ال اس دي بي بتاعته، ال اس دي بي. تمام. ليه ال اس دي بي بتاعته، بالنسبه له ايه، عنده حاله اللينك دي، وحاله اللينك دي، وحاله اللينك دي. اوكي. أوكي. فبالتالي بيقدر بناء على حاله كل لينك هو يعتبر ايه يعني. يعني مش عارف ازاي اخليكم تتخيلوها، بس تخيلوا ان انا عندي كده اللي هو ايه الراوتر ده بس كده اهو، وانا مش شايف اي حاجه تانية. الراوتر ده طب جاي له ادفرتايزمنت مثلا ان في لينك هنا وحالته كذا، او لينك هنا وحالته كذا، ولينك هنا وحالته كذا. الراوتر بنى التوبولوجي خلاص. تمام. هي دي الطريقه اللي احنا كنا بنتكلم في ان ازاي الاو اس بي اف بيبني، او اللينك ستيت بروتوكولز يعني بتبني الماب بتاعت النتورك بتاعتها، ازاي بتحتفظ بنسخه من التوبولوجي عندها عن طريق ال اس دي بي دي. تمام. تمام. بعد كده ال اس دي بي دي هي بناء عليها بكريت بيها الراوتنج تيبل، او مش حرفيا يعني، واحده واحده نفهم. ال اس دي بي عندي، تمام، ال اس دي بي فيها ايه، فيها كل لينك والحاله بتاعته، كل لينك والحاله بتاعته. ال اس دي بي بعمل عليها ايه، برن عليها الالجوريزمز دي، الاس بي اف او الدايجكسترا يعني. تمام. الالجوريزمز دي بترن على ال اس دي بي. تمام. وبتبني حاجه اسمها تري، هنبدا نعرفها في السايت هنا، نبدا نشوفها بتبقى شكلها عامل ازاي يعني. تمام. فبتبدا تبني تري بتديسكرايب او بتوصف الشبكه عامله ازاي باللوست كوست عشان تحدد البيست باس. فتحديد البيست باس ده بيتخزن فين بقى، بيتخزن في الراوتنج تيبل اللي هو بيحدد لي النتورك الفلانيه تروح عن طريق النكست هاب الفلانيه، والايه
يعني ده الروت اللي تمشي فيه، تمام. فده بيتحدد بناء على ايه؟ بناء على الالجوريزم اللي بيرن على ال اس دي بي. النتيجه اللي بتطلع من الرننج الجوريزم ده، دي اللي بتحدد لي الراوتنج تيبل بتاعي، وتحدد لي الروت او الطريق اللي انا همشي فيه. روت مش الروت دي، لا، روت اللي هي ار او يو تي اي دي، اللي هي الروت اللي هي الطريق. دي روت اللي هي الجذر تقريبا، معناها الجذر، او اللي هي هنفهم يعني ايه، تمام. ده هحاول اوصله لكم بحاجه بكونسبت، من غير ما نتعمق في معنى الالجوريزمز نفسها يعني. تمام. تمام. عندي اللينك ستيت بتدعم حاجه اسمها الهيراريكال ديزاين، تمام. زي الاو اس بي اف عنده زي ما قلنا في حاجه اسمها سنجل اريا ومالتي اريا. فمالتي اريا دي يعني في كذا اريا، او اس بي اف ليه كذا اريا، تمام. الكذا اريا دي بتقسم لي الشبكه بتاعتي. يعني مثلا هنا اهو، اكني انا هقول لك ايه، هقسم دول كده اهو مثلا، هقسم دول لايه. يا لو اللون بشع قوي معايا. هقسم دول لايه؟ دي بسم الله بسم الله، انا كنت بقول ايه؟ دي اريا، تمام. ودي مثلا اريا تانية، اوكي. ودي اهو مثلا اهو، ودي اريا ايه؟ اريا تالتة. جميل. فانا ايه؟ بقسمهم لارياز. طب ليه انا ممكن اعمل كده؟ او يعني ايه الفايده من اللينك ستيت الجوريزم انها تدعم لي حاجه زي كده؟ ان الفكره هبص، دي حاجه نعرفها قدام شويه يعني، لو ما فهمتهاش دلوقتي هتفهمها قدام، ما تقلقوش يعني، تمام. ان انت عندك عندك ال اس دي بي، بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه اللينك ستيت بتاعت كل التوبولوجي، تمام. اللينك ستيت بتاعت كل حاجه في التوبولوجي، تمام. طب انا مثلا اللي تشينج لو حصل هنا، وليكن اللينك ده اللي فصل. فاللينك ده اللي فصل او حصل فيه حاجه، الكوست يعني، مش سيبك من انه فصل، اللينك شغال والدنيا تمام عادي، بس هنا الترافيك زاد شويه. فدي ستيت جديده، في حاله جديده هنا، في ترافيك عالي، تمام. تمام. فانا بالنسبه لي هنا، مش الباس من هنا لهنا كده كده هو يعتبر محسوب. هو طبيعي انا همشي هنا، همشي هنا لحد ما اوصل مثلا لهنا. في تفريعه، لو في تفريعه تانية او كده يعني. هقول لكم على حاجه نفس اسمه إيه ده، البتاعه دي اهو، ناخدها كده بس هنا، ايه، ونفسرها زياده شويتين. وليكن ان انا هيبقى عندي راوتر هنا كمان مثلا يعني، وراوتر هنا كمان توصل بده. او لا، خليها بالاحمر عشان يبقى اوضح. توصل بده، توصل بده، وده متوصل بده، وده متوصل بده. اوكي. اوكي. ايا كان البيست، بس ايه اللي سيلكتد هنا مثلا. فلو فرضنا ان هو كان ده، تمام. انا ده اللي ده السورس، وعايز يروح مثلا للديستنيشن اللي هي دي. جميل جميل. دلوقتي الترافيك بتاعه معروف ان هو يمشي لحد هنا، تمام. وهنا بقى هم هنا متحدد لهم مسار معين هيمشوا فيه عشان يوصلوا لكل ايه؟ ديستنيشن. جميل جميل. دي الطريقه اللي انا بسبلت بيها النتورك بتاعتي لكذا اريا في الاو اس بي اف. ان انا بعمل ايه؟ ان انا هنا لو الشبكه دي، لو هنا النتورك، لو فرضا في فيلير حصل هنا، يعني هنا في فيلير، اوكي، اللينك هنا وقع، تمام. فبالتالي هيعملوا ايه؟ المفروض الطبيعي اللي بيحصل، ال اس اي تتبعت، اللي هي لينك ستيت ادفرتايزمنت، تتبعت في الشبكه، في لينك هنا يا جدعان حصل فيه مشكله. جميل. فكل راوتر، يا جدعان هنا حصل مشكله، يا جدعان هنا حصل مشكله، يا جدعان هنا حصل مشكله، تمام. بعد كده يعملوا ايه؟ اللينك ستيت ادفرتايزمنت دي بتاثر على اللينك ستيت داتابيز ال اس دي بي، تمام تمام. مين اللي هيكالكوليتوا الدنيا دي كلها عشان ايه؟ مثلا يقول خلاص هيمشي كده، مش همشي كده، او هيمشي كده. جميل جميل. هنا اللي بيحصل حصل فين؟ حصل في الاريا دي، تمام. اللي حصل في الاريا دي، تمام. دول مالهمش دعوه، بره عنهم، تمام. دي انا كده يعتبر قلت لكم الميزه بتاعت المالتي اريا او اس بي اف، ان ال اس دي بي دي او ال اس اي، لو انا مش عامل مالتي اريا، مش مقسمهم لكذا اريا، تمام. ال اس اي دي هتتبعت لكل اللي في الشبكه، تمام. وده معناه ان ايه؟ كله هيبدا يتشيك اللينك ستيت داتابيس بتاعته، تمام. فانا كده خليت الراوترات دي تعمل شغل هي مش مجبره انها تعمله، او مش مهم بالنسبه لها انها تعمله. يا جماعه، اللينك حصل هنا، المشكله حصلت هنا، انتوا هنا حلوا مشكلتكم مع بعض، تمام. وبلغونا بالطريق اللي هنمشي بيه، بس مش عايزين اكتر من كده، تمام. بس
فدي الميزه بتاعت الايه الهيراريكال ديزاين اللي بيقدمها الاو اس بي اف، انها بيقسمها لكذا اريا. انا كده يعتبر شرحت لكم المالتي اريا او اس بي اف اصلا، اللي هي دي. يا لهوي، يا راحت من ده في الاخر يعتبر كده. اه، اللي هي هنا كده. هي يعتبر انا كده شرحت لكم المالتي اريا او اس بي اف دي. تمام. فهي دي الهيراريكال ديزاين اللي اللينك ستيت بيسبورته. تمام. بيقلل الايه، بيقسم النتورك لقطع اصغر لارياز. تمام. بيقلل السايز بتاع ال اس دي بي، كل واحد بيبقى عنده الداتابيس بتاعت اللينك ستيت صغيره. تمام. وبيليمت الايه الامباكت اوف تشينجز. تمام. بيحجم الايه التاثير بتاع التغيرات دي. تمام. بس وزي ما قلنا الاكزامبل الاشهر بتاعنا الاو اس بي اف، وفي الاس اس، بس احنا كده كده شغالين او اس بي اف. الالجوريزم عندنا الاس بي اف اللي هو اختصاره شورتست باس فيرست. تمام. الاو اس بي اف اصلا اختصارها اوبن شورتست باس فيرست. تمام. انتوا هنا فاهمين لحد دلوقتي؟ طب لا، طب ماشي، واحده واحده. انت يا لهوي، ده من ربع ساعه المسج ما خدتش بالي، يا نهار ابيض. طب لا، حقك عليا، حقك عليا. انت ايه اللي عطلت فيه؟ فاهمني كده، قول لي ايه الدنيا معاك. يا عم انت والله بتكلم ايه اللي انت يعني إيه اللي مش واضح، ايه اللي ملخبط شويه؟ اه طب ماشي ماشي اوكي ماشي، لا اذا كان كده ماشي. انا فاكر ان انا ناسي ان انا اتكلمت على تاسكات والله يعني. انا مش عارف، انا عايز اقف عند حته عشان ناخد البريك. اه بصوا، انا هخلص دي. تمام. انا خلصت دي كده. خلص دي واخلص دي سريعا. ومع ولا كده احنا هنطول شويه؟ لا، ممكن اجل دي. ممكن نخلص دي وناخد البريك. هنخلص السلايد دي وناخد البريك. جميل. اللينك ستيت ورك فلو هو هنا متقسم. انا ماشي ماشي. اللينك ستيت ورك فلو زي ما قلنا، هي بيحصل ايه؟ الراوترات اتوصلت. تمام. كل واحد هيبعت ال اس اي بالستيتس بتاعت اللينكات اللي متوصل بيها دايركت. تمام. ال اس اي دي هتتخزن في ال اس دي بي بتاعت كل راوتر. بعد ما تتخزن في ال اس دي بي بتاعت كل راوتر هيرن الالجوريزم على ال اس دي بي دي علشان يحدد البيست بادز. تمام. تمام. فانا من وجهة نظري مثلا راوتر 3 هنا، دي بقى الايه الشبكه المسار اللي هيمشي فيه. هتقول لي معقوله علشان يوصل لراوتر 2 مش هيمشي كده وهيمشي كده؟ اقول لك اه، لانه هنا مش معتمد على الهاب كاونتس. هو هنا معتمد على ايه؟ معتمد على مثلا ممكن كان كذا مترك، بس المترك اللي واضح قدامنا مثلا الباندويتس. هنا الباندويتس هنا 1000 وهنا 100 وهنا 100. فالباندويتس هنا عاليه جدا، هنا الباندويتس صغيره جدا. تمام. فيعني مثلا عامله زي ايه كده، مثلا آه مش عارف اجيب لكم. انا مش عارف حتى انتوا ساكنين فين حتى عشان اديكم مثال سهل انكم تفهموه يعني. آه مثلا ايه؟ يعني هي على فكره، احنا لو قعدنا نمثل نتورك هنقعد نمثلها بطرق طرق اللي هي الشوارع. تمام. لو انا مثلا عايز اروح من المكان ده للمكان ده. جميل. فوليكن يعني خلينا نمثلها انا هنا في المطريه. تمام. وعايز اروح هنا. هي 1000 مسكن يعني، هي 1000 مسكن. جميل. هنا الطريق ده هيخليني اعدي على ميدان الحلميه. ميدان الحلميه الساعه 3 العصر هتقعد ساعه في 20 متر. جميل. وهنا ده طريق تاني هتلف كده من مكان تاني، من شوارع تانية عشان توصل هنا. الطريق ده سريع بس اطول شويه، بس هو سريع وهيوصلك اسرع. هنا هتقعد ساعه وهنا ممكن تقعد تلت ساعه، برغم ان الطريق ده اطول بس اسرع. هي دي الفكره، اللي هو ازاي ما يختارش الطريق الاقصر، لان مش شرط الاقصر يوصل الداتا بتاعته اسرع. تمام. نفس الفكره، انت مثلا وليكن يعني خليها برضو ندي بقى مثال ممكن يبقى تكنيكال شويه. تمام. انت دلوقتي انت ممكن ايه اشهر حاجه بتنزله من عليها مثلا برامج او كده؟ ممكن ايه يا عم، خلينا يوتيوب. او يوتيوب ده سيرفر يوتيوب. تمام. وده برضو، او خلينا يوتيوب احمر في اليوتيوب، خلينا ايه واقعيين شويه. ده سيرفر يوتيوب، وده سيرفر برضو تبع اليوتيوب.
وده سيرفر برضو تبع اليوتيوب. تمام. وانت كلاينت هنا غلبان. جميل جميل. عايز تحمل حاجه من اليوتيوب. تمام. انت هتحمل ما علينا ان اليوتيوب كده كده ما فيهوش تحميل حرفيا على الجهاز، بس انت عايز تحمل حاجه من على اليوتيوب. جميل. انت كده كده الجهاز بيطلع عندك على الشبكه، بيعدي على راوترات كتير لحد ما يوصل لسيرفر اليوتيوب وكده. جميل. عندي كذا سيرفر لسيرفرات اليوتيوب عشان ايه؟ يحقق لي ريدندنسي ويعمل لود بالانسنج والكلام ده كله. ده الطبيعي. تمام. يعني زي طالما في حاجه في كذا نسخه منها، ده اساسي يجي في دماغك ريدندنسي ولود بالانسنج. جميل. زي ما احنا متعودين دايما. اوكي. فانا هنا مثلا الطريق ده من هنا لهنا للسيرفر ده، يعني ممكن مثلا السيرفر ده موجود إيه في الشرق الاوسط، اي ممكن في السعوديه مثلا، في السعوديه. جميل. والسيرفر ده موجود في كندا. جميل جميل. بعيدا عن ده مثال برضو مش منطقي سنه، بس هحاول ابسط لكم بالدنيا يعني. الترافيك لسيرفر السعوديه، للسيرفر اللي في السعوديه عالي جدا، والترافيك للسيرفر كندا منخفض جدا واطي جدا. تمام. فبالنسبه لك هنا الترافيك هنا، او لا، خلينا سوري خلينا نتكلم على الباندويتس. احنا هنا بنتكلم على مترك الباندويتس، خلينا في الباندويتس. تمام. هنا الباندويتس من هنا لهنا 1000. تمام. وهنا الباندويتس من هنا لهنا 10. جميل جميل. ومن هنا لهنا 500 مثلا يعني. اوكي. انت دلوقتي لو بتنزل فيديو جيجا مثلا، رغم ان ده رغم ان ده سيرفر ابعد عنك. تمام. بس انت الباندويتس اعلى. تمام. فانت الداتا اللي هتحملها هتتحمل بشكل اسرع. تمام. بالرغم ان انت عندك سيرفر اقرب لك، بس ده هيحمل لك بايه اسمه ده في وقت اكبر. هتاخد وقت اطول قبل ما الحاجه تتحمل على جهازك. هي نفس النقطه، اللي هو انا ايه اللي يخليني اختار الف اللفه دي كلها وما اختارش الدايركت؟ لان الدايركت ده هيستهلك وقت مني في الايه، في الكوميونيكيشن في الداتا اكسشينج او اي داتا بتتبعت ما بينهم يعني. تمام. واحنا زي ما قلنا الثانيه في النتوركس بتفرق. تمام. فبالتالي هنا بالنسبه للراوتر 3 ده ايه؟ بالنسبه له ده يعني هنا هو مفيش، علشان يعمل حاجه اسمها لوب فري انا ما ينفعش عندي يبقى في حاجه متوصله يعني في حلقه. ما ينفعش يبقى عندي حلقات، لازم الحلقه دي تبقى مفصوله. حاجه ناقصه ضلع مثلا، زي ده مربع ناقص ضلع مثلا كده. تمام. فده الترافيك بتاعه. تمام. الترافيك بتاعه يمشي كده احسن. اوكي. بس يعني ده الورك فلو بتاع اللينك ستيت. طبعا في تفاصيل هنتكلم عنها هنا قدام وهشرحها لكم على الويب بيج دي. اوكي. بس هناخد بريك. خلينا نكمل. لا لا، على ايه ده؟ خلينا ايه نكمل. زي ما قلنا الورك فلو بتاع اللينك ستيت بيبقى كالتالي. تمام. هو يعتبر بتتلخص في الصور دي. اول حاجه بيبداوا يبعتوا لبعض حاجه اسمها هلو مسج. تمام. ان هو بيتعرفوا على بعض. النيبر ريليشن شيب زي اللي ايه، زي اللي شفناها كده في الاي جي ار بي يعني قبل كده. تمام. فالنيبر بيعملوا زي سيت اب كده الريليشن شيب بتاعتهم. تمام. اللي هو بيبداوا يتعرفوا يعني على بعض. جميل. بعد كده يبعتوا ال LSA اللي بتتخزن في ال LSDB. تمام. اللينك ستيت انفورميشن او اللينك ستيت ادفرتايزمنت يعني، اللي بتتخزن في الايه، في ال LSDB اللي هي اللينك ستيت داتابيز. اوكي. بعد كده كل راوتر لوحده بيرن ال SPF الجوريزم على ال LSDB علشان يكالكوليت الايه، البيست باس. تمام. بعد كده ايه، بيبداوا يعملوا راوتنج تيبل. تمام. يعملوا حاجه اسمها روت جنريشن، اللي هو خلاص بقى يبقى عارف الروت اللي يمشي فيه ازاي. الار اي بي دي اختصار لراوتنج انفورميشن بيز. يعني ايه راوتنج انفورميشن بيز؟ هي الراوتنج تيبل. يعني ليها مسميين، يا اما راوتنج تيبل يا اما راوتنج انفورميشن بيز، الاثنين واحد يعني. تمام. فهنا ده الايه الورك فلو يعتبر بتاع اللينك ستيت بروتوكولز. قبل ما نخش في البتاع ده، قبل ما نخش في الاو اس بي اف نفسه تفاصيله بقى، نبدأ كده واحدة واحدة ايه، نشوف مع بعض الشكل ده. تمام. واحدة واحدة كده. أول حاجة احنا عندنا هنا ايه، أنا بعتبر إن دي ال R1 دي اللي هي راوتر واحد ده السورس بتاعي. جميل. فطالما ده السورس يبقى أنا عادي بقى بحدد بقى بالنسبة لي كل الراوترات ديستنيشن محتملة. يعني راوتر 2 ديستنيشن محتملة ليه، راوتر 3 ديستنيشن محتملة ليه، راوتر 4 ديستنيشن محتملة ليه برضو، وراوتر 5 برضو نفس النقطة، وراوتر 6 نفس النقطة. تمام.
فعشان الديستنيشنز المحتمله دي لازم احدد لها ايه، لازم احدد لها باس، لازم احدد لها طريق او روت امشي فيه يعني. تمام، ده لازم يبقى متحدد. اوكي، فالاول ببدا بالسورس. تمام، فالنقطه ان احنا بنحدد الاول السورس. تمام، اللي هي بتبقى الروت، اللي احنا بنسميها الروت ايه، الروت نود. زي ما يعني، بصوا احنا خلينا نقول ايه، ان الراوتر هنا ده اللي هو ده راوتر 1 مثلا اهو. جميل، بيعتبر نفسه الروت اللي هي، يعني بصوا التريز عامه في الالجوريزم، في ماده في كورس الالجوريزم عامه يعني، تبقى تري عباره عن ايه، نود كده مثلا دي الروت. تمام، نازل منها نودز تانيين برضو مثلا، ودي نازل منها نود هنا ودي نود هنا مثلا يعني، وهنا هنا وكده. تمام، يعني ده نوع من الاستراكشرز اللي بنخزن فيها الداتا بطريقه ما. اوكي، نفس النقطة في الراوتنج بتحصل، ان هما الراوترات بتعتبر نفسها ايه، بتعتبر نفسها نودز زي دي كده. تمام، كل راوتر اما بحدد الراوتر ده على اساس ان هو السورس، فده بالنسبة لي بيبقى الروت. تمام، الروت اللي هو ايه، اللي هو اول نود فوق كده. تمام، اللي بناء عليه بحسب الديستنيشن لكل ايه، لكل نود تحتها. تمام، هي يعني نفس الفكرة يعتبر. اوكي، المهم بيعتبر ده خلاص ده السورس، فهنشوف النكست ستيب بتاعته ايه. انه انا الكرنت بتاعنا بقيت هنا. تمام، هيبدا يسكان الايه، كل راوتر جنبيه، فيبدا مثلا بالراوتر ده يلاقي ان الكوست بتاعته باربعه. جميل، فيلاقي ان ايه الكوست هنا ده ار1 ده السورس هنا، لو واخدين بالكم هنا في جدول. تمام، اللي هو ده اهو، خلينا اهو ار1 هنا ده السورس. تمام، والايه والكوست من السورس بقت 4. تمام، اللي هي هنا اهو الكوست من اول السورس لحد الديستنيشن اللي هي ده 4. جميل جميل. تمام، بعد حدد له السورس، بعد كده يعمل ايه، كده خلاص اللي هو إيه. تمام، ده البيست باس حاليا، اللي هو حاليا الراوتر ده اكنه ما استكشفش لسه غير الايه، غير الطريق ده. تمام تمام، بعد كده ايه، هيبدأ يشوف الراوتر التاني اللي هو الراوتر 3. تمام تمام، الراوتر 3 هنا بالنسبة له ايه، الكوست من السورس للراوتر 3 2، اللي هي 2 رقم 2 اهو، من الراوتر 1 للراوتر 3 رقم 2. اوكي اوكي، فخلاص هيأساين ان هي دي الفاليو الكوست لحد راوتر 3. فكده الكوست من راوتر 1 لراوتر 2 4، والكوست من راوتر 1 لراوتر 3 2. تمام تمام، بعد كده ايه، انا مفيش يعني هنا انا خلاص انا خلصت كل النودز المتوصله هنا بيها دايركت. تمام، ابدا اشوف ايه، ابدا من اي راوتر تاني من الراوترين اللي وصلت له. يعني هقول لكم حاجه، الناس اللي مش فاهمه الالجوريزمز عامه او كده، تمام، او ما خدتش حاجه زي كده في الكليه. اوكي، انت بيبقى النقطه ايه، خلينا نختار له مثلا اهو، انا واقف دلوقتي على الراوتر ده. جميل جميل، عملت فيزيت لده وعملت فيزيت لده. تمام تمام، بمعنى ايه، ان انا شفت كل اللينكات المحتمله اللي انا متوصل بيها دايركت من هنا. فده اول لينك وده التاني، كده انا خلصت اللينكات اللي عندي. فدي النود دي بالنسبه لي كده بقت فيزيتد خلاص، اللي هو انا خلصتها كده. تمام، كده ابدا ابص لايه، للنودز التانيه اللي انا اوريدي اللي هو رحت لها بمسار ما، ولسه ما خلصتش كل المسارات المتعلقه بيها. يعني ده مثلا راوتر 2 هنا انا خلصت المسار ده بتاعه، بس لسه عنده هنا مسار وهنا مسار تاني. الراوتر ده انا خلصت المسار ده برضه، بس لسه عنده المسار ده والمسار ده والمسار ده. وهو لسه بيستكشف، لسه كل ده بيستكشف الايه، المسارات اللي حواليه. ليه؟ علشان يحسب البيست باس لكل ايه، لكل راوتر. تمام تمام، فانا هنا خلصت الراوتر ده، هيعمل ايه، هنعمل فيزيت لاي نود من الاثنين دول، مثلا النود دي. اوكي، فبقى ده الكرنت اهو، بقى ده فيزيتد اهو اللي هو خلصته يعني، وده الكرنت اللي هو انا واقف عليه حاليا. تمام، هيبدا يتشيك كل باس لكل راوتر قدامه. فيبدا ايه، اول حاجه يبص على الراوتر ده، فيلاقي ان هنا الايه، الكوست هنا بواحد. تمام، فيحدث الكوست للراوتر ده بالنسبه له بواحد. تمام، بالنسبه للسورس الكوست ده بقت هنا ايه، بقت 3. ليه؟ لان انا هنا السورس ده هو، لو فاكرين الرسمه بتاعت دي اللي هو قلنا معقوله ان ده الطريق الاقصر بس هيمشي كده علشان ده اسرع، قلنا لان هنا بالنسبه له ده المترك. تمام، او دي الكوست. اوكي، نفس النقطه هنا معقوله بقى. يعني بصوا لو تاخدوا بالكم كان ايه، كان قبل ما نتشيك من النود دي، كان ده الطريق لهنا وده الطريق لهنا. يعني كان ده الطريق كده، كان الطريق ده كده، كان الطريق ده كده. تمام، بعد ما وقفنا على الراوتر ده وجينا نتشيك، لا دلوقتي غير الراوتر ده
غير رايه ولقى ان الكوست هنا اقل من الكوست هنا، تمام، فبالتالي بقى يعتمد الايه، بقى يعتمد الكوست دي كده. تمام. تمام. فخلاص ده خلاص فيريفايد ان بالنسبه له الطريق ده استكشفه خلاص، فتمام. عمل حسابه ان في طريق هنا، يبدا يستكشف الطريق التاني، مفيش غيره طبعا طريق بين الراوتر ده والراوتر ده، فتمام هيسجله عنده. تمام، هيتسجل عنده هنا في الايه، في ال في الكوست بتاعته يعني من السورس. تمام. فيبدا ايه، فهنا انا طول الوقت انا عمال بحسب الكوست من اول السورس مثلا بالنسبه للراوتر ده، انا كل ده بتكلم من منظور الراوتر ده. تمام. تمام. اي تحديث بيحصل بيوصل للراوتر ده. جميل. فهنا الراوتر ده عشان يوصل للنود دي بقى ايه الطريق بالنسبه له، بقى انه يمشي كده. جميل. جميل. حتى الان انتوا تمام معايا ولا ملخبطين؟ هندسة معلش سؤال بس. اتفضل. هو حضرتك دلوقتي في رقم صغير ظاهر باللون الأصفر تحت كل راوتر، وفي رقم على الخط اللي أنا فهمته ده الكوست، أما الرقم اللي هو الصغير اللي باللون الأصفر ده إيه؟ ده اه. اهو اللي هو دلوقتي مجموع الكوست يعتبر، اللي هو انا مش الكوست من هنا لهنا بقت 2، ماشي. والكوست من هنا لهنا بقت 8، اه اه. 2 و8 10. اه فهمت تمام فهمت، اه ماشي فهمت. بس كده هي دي النقطة. كان في مثال عليها، هو لا هو مش هنا، هو قدام. اوكي ماشي. في مثال هنا اللي هو قدام برضو، واحنا بنشرح الاو اس بي اف، اللي هو الكوست بتتحسب ازاي. مثلا الراوتر ده اهو، يعني خلينا مش خلينا بس اكبر الشاشة. الراوتر ده، يعني الاقلام هنا مستفزة، ماشي ما علينا. الراوتر ده اهو، الكوست من هنا لهنا 64، والكوست من راوتر 2 لراوتر 1 واحد، اللي هي كوست بواحد يعني. وراوتر واحد للشبكة دي اللي هي 1110 سلاش 24 10. فالكوست من اول راوتر 3 لحد الشبكة دي 64 زائد 1 زائد 10، اللي هي الكوست الكاملة دي كلها. تمام. فدي الطريقة اللي بيحسبوا بيها الكوست. اوكي. المهم انا هنا. تمام. اوكي اوكي زي الفل. انتوا هنا في حد، مفيش حد سأل تاني؟ اوكي. عظيم قوي. عظيم. فهنا ايه، انا خلاص من النود هنا انا فيزيت، انا شفت اللينك ده بصوا احنا بنتكلم في لينك ستيت، فانا هنا بشوف الكوست بتاعت اللينك والكوست بتاعت اللينك والكوست بتاعت اللينك وكومبير. تمام. اللي هو الطريق ده احسن، زي ما خدنا هنا، زي ما خدنا على المثلث الصغير ده، الطريق ده احسن ولا الطريق ده، ما هو عمل كومبير لقى ان هنا الطريق ده الكوست بتاعته اقل من الطريق ده، عشان كده اختار ده عن ده. تمام. تمام. فيبدأ برضو هنا الراوتر ده يشوف الايه الكوست اللي هنا. تمام. فمفيش اي مسار تاني، فبالنسبه له تمام، ده هنا فيريفايد ان ايه، خلاص يبقى انا خلصت المسارات المتعلقه بالراوتر ده، كل المسارات المتعلقه بيه. تمام. فحتى الان انا التوبولوجي بتاعتي ايه، التوبولوجي بتاعتي كده كده وكده وكده. تمام. باقي ايه، باقي الراوتر، باقي النود دي انا زرت دي اللي هي راوتر 3، هزور الراوتر 2 بقى، ابدا من راوتر 2، ابدا ابص من راوتر 2 اللينكس اللينكس اللي متوصل بيها دايركت. تمام. فهيبدا يبص على ايه، اللينك 4، لا هو كده كده ايه، هو الطريق يعني بصوا هنا اهو، اوريدي الطريق ده كده وكده، فمش هيتشيك هنا، هو اوريدي في تشيك حصل هنا، والتشيك اللي هنا جه انه كومبيرد بالنسبه لللينك اللي هنا، لا ده ملوش لازمه، فبالتالي ايه ما حسبوش معاه. اوكي. هيبدا يتشيك الايه اللي جنبيه اللي هنا مثلا. تمام. تمام. فهيبدا يتشيك لان ايه، بص لو تاخدوا بالكم من هنا كان ده الطريق للطريق، يعني لو دي كده الديستنيشن بتاعتي، كان ده الطريق بتاعها. فلو ده عايز يروح لها حاليا قبل ما ازور النود دي كنت اروح لها كده. تمام. تمام. بعد ما زورنا النود دي وهنا نشوف اللينك ما بين النود دي والنود دي، النود او الراوتر يعني، بين الراوتر ده والراوتر ده، ببص هنا لقيت اللينك ده احسن، ليه الكوست بتاعته من هنا بقت اقل. تمام. فالكوست بتاعته من هنا بقت اقل ليه، لان انا من هنا لهنا، من هنا لهنا 2 و8 كانت 10، بس من هنا لهنا لهنا ب 2 و1 3 و5 بقوا 8، فبالتالي الكوست بقت اقل. فبالتالي ده ايه فيريفايد ان ده اللينك المناسب للراوتر ده من السورس يعني لو ده الديستنيشن، فده اللينك المناسب ليه، ده المسار المناسب ليه. جميل. جميل. كده انا خلصت ايه، اللينكات المتعلقه براوتر 1 واللينكات المتعلقه براوتر 2 واللينكات المتعلقه براوتر 3. تمام. انا هنا ما اخترتش ده ليه، لان انا لقيت ان في طريق من راوتر 3 لراوتر 2 اسرع او احسن في الكوست من ده يعني. ليه انا اخترت ده وما اخترتش ده؟ بسبب الكوست. تمام. يعني حتى راوتر 3 نفسه لو عايز يروح لراوتر 4 هيروح له كده، مش هيروح له كده.
تمام. فبالتالي بيجنور او بيتجاهل اللينك ده اكنه مش موجود دلوقتي. تمام، في لينك احسن دلوقتي. تمام. فانا خلصت اللينكات المتعلقه براوتر 1 وراوتر 3 وراوتر 2. فبقى عندي راوترين جداد اتضافوا في التري بتاعتي. انا هنا بصوا لو واخدين بالكم، انا هنا خلينا نمشي بشكل التري شويه بقى، اللي هو بتاع المفهوم الاساسي بتاع الالجوريزمز. تمام، عندي هنا راوتر 1. تمام، عملت ايه فيزيت لراوتر 3 وراوتر 2. فراوتر 3 وراوتر ايه 2 ايا كان يعني ايه. يعني ده راوتر 3 وراوتر 2. راوتر 3 متوصل دايركت ايه، هو اللي بيوديني راوتر 2 وراوتر 5. فقمت شايل من هنا راوتر 2. يعني خدوا بالكم ده اللي حصل حرفيا في الالجوريزم ده. تمام، شلت راوتر 2 من عند من الكونكشن الدايركت ب 1، وضفته الراوتر 3، فبقى راوتر 2 هنا. تمام. وجيت هنا راوتر 3 متوصل برضو، ده الاحسن طريق لراوتر 5، فراوتر 3 بقى تحتيه راوتر 5. فبقت دي التري اللي متكونه عندي حاليا، وده الروت بتاعها، اللي هو الروت اللي هي دي. تمام، الروت اللي هي كده، مش روت اللي هي ROUTE. تمام، فده الروت دلوقتي. اوكي، فده التري اللي متكونه عندي حاليا. جميل. دلوقتي عندي ان انا هزور النود سوري. انا في نود 4. اوكي. وراوتر 2 بعد ما وقفت عنده عندي لينك بين راوتر 2 وراوتر 4 وراوتر 2 وراوتر 3. كده راوتر 3 هو الايه البيرنت بتاع راوتر 2. تمام، هو الاعلى منه، هو الاقرب ليه للروت، يعني راوتر 3 اقرب من 2 بالنسبه للروت. تمام، فبالتالي هو اعلى منه دلوقتي. اوكي، راوتر 2 هو المتصل دايركت براوتر 4، فهعمل كده راوتر 4. اوكي. وهنا ايه بيتحط الايه الكوست. فراوتر 1 لراوتر 3 الكوست ب 2، فالكوست هنا ب 2. من راوتر 3 لراوتر 5 الكوست ب 6، فالكوست هنا ب 6. من راوتر 3 لراوتر 2 الكوست ب 1، فالكوست هنا ب 1. من راوتر 2 لراوتر 4 الكوست ب 5، فالكوست هنا بقت ب 5. تمام، فهنا الكوست بقت تتحسب من اول الروت لحد اي ديستنيشن عايز يروح لها. الروت عايز يروح للديستنيشن دي، فالكوست هنا هتكلفك 2. زي اعتبرها زي اجره مواصلات. انا عندي من المكان ده للمكان ده الاجره ب2، من المكان ده للمحطه دي، من المحطه للمحطه دي الاجره ب3 اللي هي 2 زائد 1. تمام، من من المكان هنا للمكان هنا الاجره كام؟ 2 زائد 6 اللي هي 8، الاجره 8 كامله. تمام، من اول المحطه الاولانيه للمحطه الرابعه 2 زائد 1 زائد 5 اللي هي 8. تمام. فانتوا حتى الان الدنيا مظبوطه، فاهمين؟ انا دلوقتي بشرح لكم ازاي الاو اس بي اف. يعني بصوا احنا ما دخلناش في الاو اس بي اف في نفسه، بس كده الاو اس بي اف هو المثال الوحيد اللي معانا النهارده على الايه، على اللينك ستيت بروتوكولز. اللينك ستيت بروتوكولز بتعمل ايه؟ بتشير اللينك ستيت. حرفيا حماده هلال قوي اللي هو بيعمل ايه. لينك ستيت بروتوكول بيعمل ايه؟ بيشير اللينك ستيت. هنا النقطة بتاعت ان كل شوية يغيروا الباس. يعني مثلا كان هنا كل شوية يبقى ايه، كل شوية يبقى مسار مختلف، كل شوية مسار مختلف، كل شوية المسار ده يتغير. بيتغير بناء على ايه؟ بناء على ال LSA اللينك ستيت ادفرتايزمنت اللي احنا كنا بنتكلم عنها. فهم كل شوية بيبعتوا لبعض لينك ستيت ادفرتايزمنت، وبناء عليها كل شوية بيغيروا في اللينك ستيت داتابيز. تمام، وبناء عليها كل شويه بيعملوا ران للالجوريزم علشان يكالكوليت البيست باس للايه، لكل ديستنيشن. فانا بالنسبه لي دي سورس، ودي ديستنيشن محتمله، ودي ديستنيشن محتمله، ودي ديستنيشن محتمله، ودي ديستنيشن محتمله. التري دي لازمتها ايه؟ التري دي ده اللي بيشتغل عليها الالجوريزم ده. تمام، كونسبت الالجوريزمز عامه بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على تريز. تمام. فانا بالتالي يعني بشكل، يعني اقصد بشكل عام يعني. اوكي، فبالتالي انا مثلت لكم بشكل التري ده الطريقه اللي الالجوريزم بيتعامل فيها في النتورك هنا. دي الطريقه اللي الراوترات بتتعامل فيها مع بعض. بس دي طريقه التعامل بين الراوترات. تمام، فالفكره زي ما قلنا احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ بنتكلم عن اللينك ستيت بروتوكولز. اللينك ستيت بروتوكولز بتعمل ايه؟ بتحدد وبتشير الحاله بتاعت كل لينك. الحاله دي اللي هي ايه؟ بتعبر لي عن الكوست. الكوست دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى باندويتس، ممكن تبقى ديلي، اي مترك من المتركس بتاعت الراوتنج اللي احنا واخدينها قبل كده. تمام، فبالنسبه لي الكوست دي هي الايه اللي بتتشير ما بين الراوترات. تمام، بتشير عن طريق الايه؟ عن طريق ال LSA اللي هي اللينك ستيت ادفرتايزمنت، وبتتخزن في ال LSDB اللي هي اللينك ستيت داتابيز. تمام. الدايجكستر الجوريزم او الاس بي اف. تمام، الاس بي اف بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بالطريقه دي.
اللي هو كل شويه يحدد باس، تمام، اللي هو ده احسن طريق بالنسبه لي. لا، ده انا اكتشفت بعد كده طريق تاني، اللي هو هقول لك على حاجه. مثلا اول يوم لك في الجامعه، انت ما تعرفش غير البوابه الرئيسيه بتاعت الجامعه، تمام، يعني لو انت في جامعه حلوان يعني، اوكي، ما تعرفش غير البوابه الرئيسيه بتاعت الجامعه، اوكي. فانت بقيت كل شويه بتمشي مسافه كبيره لحد ما توصل للكليه. بعد كده اكتشفت ان في بوابه خلفيه ممكن تركب لها توك توك مثلا، فده اسرع واحسن واريح، فبقت ايه، بقى عندك طريق تاني. نفس النقطه، انت بتكتشف مسار، بعد كده لا، في مسار تاني اكتشفته بقى، فبقت المسار ده بقى عندك احسن من المسار الاولاني، فبقيت تمشي في المسار التاني، وهكذا. هي دي الطريقه اللي بيمشي فيها. هي بالظبط، التري فادتنا ان انا برتب الشبكه بتاعتي، تمام، برتب اللي هو ده، عشان يعني بص انا دلوقتي اهو يعني، طب تعرف تفتحي مايك او تتفاعلي معايا يعني، اللي هو مش هسألك، بس اللي هو كاثبات سريع للكونسبت يعني. طب ماشي، واحدة واحدة يعني، تفاعلي معايا واحدة واحدة دلوقتي. لا، سيبك من التري، سيبك من التري الوحشة دي، تمام. هو أصلا الألجوريزم أصلا مادة بشعة، تمام. أنا دلوقتي، أنا دي راوترات، خلينا في الشبكات الجميلة بتاعتنا، خلينا في الشبكات، جميل. دي الراوترات اللي عندي، تمام. خلينا نرجع واحدة واحدة، تمام. حددت المسار هنا والمسار هنا، فبالنسبة لي ده المسار هنا وده المسار اللي أمشي فيه كده، أوكي. اوكي. بعد بضع الخطوات اللي الراوترات دي خدتها عشان نحدد احسن طريق، وصلنا للشكل ده، تمام. فالشكل ده معناه ايه يعني؟ واحده واحده، لو انا عايز امشي من راوتر 4 الراوتر، لا، من راوتر 1 لراوتر 4، همشي ازاي؟ قولي لي المسار كده واحده واحده. انا لسه فاتح مش هبص على الشات قبل ما تكتبي عشان تبقى شايفه شايفه الشير سكرين يعني. انا عشان امشي من راوتر 1 لراوتر 4 همشي ازاي؟ قولي لي هعدي على ايه وايه وايه يعني، قولي لي مثلا هيمشي ازاي بالظبط. اتمنى تبقى بتجاوب يعني، اتمنى تبقى بتكتب في الشات يعني. من 2 ل1 ل5. ايه ده؟ ثانية واحدة، طب ثانية واحدة، ثانية، هو انت، انا مش عارف انت كاتبة بترتيب ولا لا. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة، واحدة واحدة كده بالعقل. انا بقول لك من هنا، ثانية، من هنا لهنا امشي ازاي؟ هي قصدها على الكوست، هي مش ما عملتهاش بالراوتر. اوكي، ماشي، اوكي، تمام، انتوا فاهمين لغة بعض اوكي، تمام، فهمت، تمام، اوكي. ماشي كده صح. هنا ده المسار، ده المسار، انا بتكلم بقى من ده منظور الشبكات، تمام. الطريقه دي يعني الالجوريزمز زي ما قلنا، الكونسيبت بتاع الالجوريزم بيبقى شغال على حاجه اسمها تري، داتا ستراكشر اسمها تري، تمام. داتا ستراكشر يعني نوع من انواع شكل تنظيم الداتا بتاعتي، تمام. فالتري دي هي اللي برن عليها الالجوريزمز، تمام. فانا الالجوريزم عندي هو مش فاهم نتورك، هو فاهم ان انا عندي حاجه اسمها دوائر كده، اللي هي النودز مثلا، تمام. دي اللي بحدد بيها الطريق لكل من نود للتاني، تمام. فانت قلت ايه؟ من اللي هي 2 و1 و5، اللي هو يمشي من اول 1 ل3، ومن 3 ل2، ومن 2 ل4، تمام. فاتمثلت عندي بالتري كده، من 1 ل2، من 2 ل3، تمام. سوري، من 1 ل3 و3 ل2، فمن 1 ل3، ومن 3 ل2، ومن 2 ل4، اللي هي دي. هي دي، ده بيسموها ايه، الفيجواليزيشن، او طريقه العرض بتاعه النتوركس لما اجي ارن عليها الجوريزم، فبتهندلها بشكل تري، تمام. تمام كده، فهمت النقطه دي ولا لا؟ التري دي بقى، يعني عقبال ما التري دي بقى كل شويه بتتغير. ليه؟ لان انا هنا، انا التري هنا عندي فيها ايه؟ فيها راوتر 1 واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. طب انا لسه عندي هنا في راوتر 6 مثلا، ده لسه ما اتضافش في التري. لما يتضاف احتمال فيه تغيرات تحصل، التغيرات دي لما تحصل هتغير لي في شكل التري، هتخلي الالجوريزم يرن من تاني. الالجوريزم لما يرن من تاني هيحسب ايه؟ هيحسب لي الكوست، هيقعد يحسب لي الكوستس لحد الايه، راوتر 6، علشان يحسب لي البيست باس لحد الايه، راوتر 6، تمام.
فاحنا كده خلصنا المسارات لحد هنا. كل برضو راوتر هيقعد ايه يحسب احسن طريق من هنا لهنا. راوتر من راوتر 4 لراوتر 5 هلاقي لا المسار هنا، لا الكوست عندي هنا هتزيد قوي، لا انا في مسار بالنسبه لي ايه اسرع يعني. انا هنا بتكلم من ناحيه السورس بتاع ايه راوتر 1 يعني. تمام. تمام. من راوتر 4 راوتر 6 ده اول مسار اكتشفوه الراوتر 6. تمام. اللي هو كريستوفر كولومبوس اكتشف الامريكتين مثلا. تمام. فده راوتر 4 اهو اكتشف راوتر 6 اهو، فحسب اول بس بينهم وبين بعض. تمام. بس كده هبدا ايه اسمه ايه ده الراوتر 5، ابدا برضو اشوف الباس بين راوتر 5 وراوتر 6، لان ان الباس بين الراوتر 5 وراوتر 6 احسن. ليه؟ الكوست بتاعته اقل. يعني انا عندي هنا تو اوبشنز ثانيه. انا عندي هنا تو اوبشنز، امشي من 5 ل 6 وامشي من 4 ل 6. طب ليه ما امشيش من 4 ل 6 وامشي من 5 ل 6؟ علشان الكوست هنا 3 صغيره، الكوست هنا 6 اكبر. انا بختار دايما الكوست الاقل، فاخترت الكوست الاقل، فاخترت ان انا امشي من 5 ل 6 مش من 4 ل 6. تمام. فبالنسبه لي ده بقى ايه خلاص ده احسن طريق عندي، فدي بقت التوبولوجي. تمام. فايه اللي حصل عندي؟ الراوتر 5 ضفت تحتيه نود 6، اللي هي نود دي كده اهو 6، بايه بالباس اللي هو المترك بتاعي اللي هو الكوست كام 3. فبقى عندي هنا تيبل في كل راوتر اقدر الكوست بتاعته عامله ازاي بالنسبه للسورس اللي هو راوتر 1 ده بقى السورس بقى. تمام. راوتر 1 عايز يروح لراوتر 2 الكوست بتلاتة، عرفت منين الكوست بتلاتة؟ ما هو من واحد من راوتر واحد لراوتر 3 كوست باتنين، من راوتر 3 لراوتر 2 كوست بواحد، مجموعهم 3. طب من راوتر واحد لراوتر 3 دايركت متوصلين بكوست 2، حلو قوي. تمام. طب من راوتر واحد لراوتر 4 همشي من 2 من 1 ل 3، من 3 ل 2، من 2 ل 4، اللي هي الكوست دي هتبقى توتال 8 اللي هي اتحطت هنا في التيبل 8 اهي. تمام اهي. اوكي. اوكي. طب انا عايز اروح لراوتر 5، هنلاقي المسار من 1 ل 3 وبعد كده من 3 ل 5، فالكوست بتاعته بكام 2 و6 8، فبقت 8 اهي برضو. تمام. طب راوتر واحد عايز يروح لراوتر 6، فيلاقي ان احسن طريق ايه هيمشي كده يعني. خلينا بقى ايه نحسبها اكنه بيمشي في الطريق دلوقتي. تمام. انا واقف عند راوتر واحد اهو. تمام. انهي احسن طريق؟ انهي احسن طريق هنا ولا هنا؟ هيمشي كده. تمام. تمام. طب انهي احسن طريق كده ولا كده ولا كده؟ لقى كده ولقى كده، فهيجرب يمشي كده وهيجرب يمشي كده. لقى ان هنا الطريق ده اخره مسدود، فلا خلاص يبقى الطريق ده مش معايا. تمام. امسح الطريق ده، انا مش همشي في الطريق ده. جميل. هيمشي كده. تمام. لقى في طريق ده مقفول وفي الطريق ده مفتوح للديستنيشن دي، فمشي كده. اوكي. فبقى الكوست بتاعتي كده. تمام. طب ليه ما يحددش كوست تانية غير دي؟ طب فرضا نيجي نفترض اي طريق تاني غيره. تمام. فرضا انه مش هياخد ده وهياخد ده، يعني هيمشي كده اهو. ايه اللي هيتحسب؟ كوست باتنين. تمام. ادي 2 زائد 1 زائد 5، دي 5 يعني ماشي، زائد 6 كام؟ اديتني 14 14. تمام. بتساوي 14. اوكي. طب لا تعالى بقى نشوف كده المسار ده اللي هو كان ماشي فيه بالاول كان كام؟ 2 زائد 6 زائد 3، فهو كام؟ 11. كوست 11 احسن من 14، فده المسار الاحسن. تمام. دي بتمثلها بشكل تري عشان الالجوريزم يعرف يرن عليها مش اكتر. تمام. تمام. فالتوبولوجي عندي اتحولت من بصوا التوبولوجي عندي اتحولت من الشكل ده، هي دي بقت هي دي للشكل ده. عملوا اجنور او تجاهلوا كل اللينكات الزياده اللي الكوست بتاعتها اعلى من احسن كوست موجوده. تمام. فبقوا مختارين الطريق بتاع الاقل كوست. اوكي. تمام كده ولا ايه الدنيا؟ انت فهمتي وانتوا كلكم فاهمين ولا ايه؟ اه. اوكي. يا لهوي ده احنا تعمقنا كتير في ادي ده كورس الجوريزم عامه يعني. دي الالجوريزم كلها. تمام. انت تقعد تحسب تريز ومش عارف ايه. طبعا الشورتست بس هنا بصوا هو هنا في الويب بيج محسوب. اوكي. يعني ربنا يجزيها خير زميلتكم، ف ما عامله شغل محترم يعني. راوتر 1 ده اللي هو السورس نفسه، كده كده الكوست بتاعته زيرو، هو مفيش كوست بالنسبه له يعني، هو زيرو يعني هو واقف عند نفسه مفيش مجهود هيبذله يعني.
تمام. بعد كده الباس من لحد مثلا ايه، 2 هنا، تمام، فيمشي من 1 ل 3 ل 2، او من 1 ل 3، من 1 ل 3 ل 2 ل 4، او من 1 ل 3 ل 5، تمام، اللي هو المسارات اللي راوتر 1 يقدر يمشي فيها يعني. تمام، يقدر يمشي كده او كده على حسب الديستنيشن اللي عايز يروح لها. تمام. تمام. فهي اسمها شورتست باس تري، هي محسوبه على حسب التري. تمام. يعني مثلا انا ليه عمالين نقول تري؟ لان انا هنا برضو لما اجي هنا، هل هل منطقي انا هنا في الروت هاجي عشان اروح لنود 6 دي، امشي كده وبعد كده ارجع بعد كده امشي كده؟ اكيد لا، اكيد ده مش شيء منطقي خالص. عشان كده هي متمثله بشكل تري. انا وصلت هنا عشان اروح ل6 اروح فين؟ همشي كده. تمام. عشان كده متمثله بشكل تري. علشان كده التري دي هي بتبريزنت ليا التوبولوجي بعد ما عملوا اجنور لللينكس اللي كانت موجوده زياده. تمام، اللينكات اللي كانت موجوده زياده دي، تمام، عملوا اجنور ليها. تمام. فالتري لو تاخدوا بالكم يعني، بصوا هنحاول ننقل التري هنا برضو اهي. ارجع لي ده كده. لو تاخدوا بالكم بصوا هنا، المسار الوحيد من 1 ل 3، اللينك الوحيد اللي موجود من 1 ل 3 اللي هو بقى ايه؟ من 1 ل 3 في التري. تمام. المسار الوحيد، المسارات بتاع التلاتة ايه؟ 3 ل 5 ومن 3 ل 2. بالفعل المسار فعلا من 3 ل 5 ومن 3 ل 2. تمام. طب هنا في 2 المسار الوحيد ل 4، هنا فعلا في التري المسار الوحيد ل 4. طب هنا ل 5 المسار الوحيد ل 6، هنا بالفعل المسار الوحيد ل 6. تمام. فهي النقطة بتاعت التريز يعني بعيد عن ان احنا دخلنا في سكة الجوريزمز شوية وكده، بس هي دي النتيجة النهائية بتاعت التوبولوجي، بيبقوا شايفينها كده. الراوترات بتبقى شايفة بعضها كده. دي التوبولوجي اللي بيبقوا بانيينها في الراوتنج تيبل بتاعتهم. تمام. دي اللي بيعتمدوا عليها في كل حاجة علشان يحددوا الايه الديستنيشنز. يعني بص هنا بقى الراوتنج تيبل عندي متحدد كده اهو بقى ده بقى ده الراوتنج تيبل بتاعي. ديستنيشن راوتر 2، دي النكست هاب بتاعتها، المترك بتاعها كذا، والانترفيس اللي هيطلع منها مثلا كذا يعني. دي ايا كان دي حاجه ديفولت يعني، مش سيبكم من دي دلوقتي يعني. تمام. بس دي ايه؟ دي الاساسيات عندي. الديستنيشن كذا، النكست هاب بتاعتها كذا، وايه، والمترك بتاعها ده. تمام. طبعا هو متوصل بيها دايركت فهو مش محتاج اصلا نكست هاب يعتبر. اوكي. طبعا راوتر 4 النكست هاب بتاعته هنا، والمترك بتاعها كذا وهكذا. تمام. هي دي الايه، دي الطريقه اللي ماشيين بيها دايما. تمام. فبالتالي علشان كده احنا تعمقنا شويه في نقطه الالجوريزمز دي. ليه؟ دي هتفهمك ازاي الراوترات بتفهم بعض في الاو اس بي اف. اوكي. اوكي. آه طولنا شوية، بس التطويل اللي احنا طولناه ده هيريحنا قدام، يعني هيريحنا في الكونسبت جدا 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 يعني. اوكي. اللي جاي كله حبة معلومات بسيطة مش أكتر يعني. الساعة كام؟ هي العشاء لسه ما أذنتش؟ اوكي. ماشي. ثانية واحدة. لا لا لا، انت بتعمل ايه؟ فانترودكشن كده عن، او يعني نبدأ بقى بالاو اس بي اف. الاو اس بي اف اختصار لاوبن شورتست باسفيرست. تمام. بس ده البروتوكول الاساسي اللي هنشتغل عليه في اللينك ستيت بروتوكول. في تو فيرجنز منه، اللي هو فيرجن 2 فيرجن 3. فيرجن 3 ده بتاع اي بي فيرجن 6، فاحنا مش بتاعنا. تمام. احنا شغالين على اي بي او اس بي فيرجن 2. كده كده مش هيفرق لكم، مش هتحسوا في الشغل يعني. هو كده كده ايه، مش حاجه مشهوره اصلا او اس بي فيرجن 3 او يعني في الشغل في الدراسه يعني. تمام. بس فالاو اس بي اف هو المثال بتاع اللينك ستيت بروتوكولز بتاعتنا. تمام. البيزك الكونسبت بتاعته. تمام. عندنا ارياز زي ما قلنا، الكونسبت بتاع الاريا والمالتي اريا ده احنا شرحناه خلاص. يعني احنا بنقسم النتورك الكبيره لكذا اريا علشان نحجم ال اس دي بيز. تمام. نحجم الامباكت بتاع التشينجز، في نفس الوقت نستهلك ريسورسز ايه اقل. تمام. راوتر اي دي، كل راوتر في الاريا بيتحدد له بيبقى ليه اي دي. تمام. بس مش يعني اي دي مش اي بي. تمام. بيبقى ليهم اي دي كده بقى، يعني تعريف بس عنه بسيط عشان يبقوا عارفين بعض في الاريا نفسها، بس مش اكتر يعني. اوكي. وفي الكوست اللي هي كوست احنا عارفينها، احنا هرينا فيها كتير دي. تمام. الكوست باي ديفولت للفاست ايثرنت، يعني احنا عندنا 3 انواع من الانترفيسز مشهوره في الشغل بتاعنا: فاست ايثرنت وجيجا ايثرنت والسيريال. تمام. لا لو فاكرين اللي هو هنا مثلا في الراوترات هنا اهو، كونفج هنا،
عندي مثلا في الراوترات الانترفيس بتاعته جيجا وسيريال، تمام. في السويتشات في فاست، واعتقد في بعض الراوترات في فاست يعني، تمام. فهنا بيقول لك الايه الديفولت فاليوز بتاعت الكوست ده. فالكوست دايما باي ديفولت لو انت ما غيرتهاش كادمن يعني كادمنستريتور، لو انت ما غيرتش الكوست هي هتبقى دي الديفولت بتاعتها. الديفولت بتاعت الفاست ايثرنت ب 1، والجيجا ايثرنت ب 1، والسيريال ب 64، تمام. آه بس ده الكونسيبت بتاع الكوست احنا شرحناه، الرسم ده انا كده كده كنت شرحتها لكم. عندي الاو اس بي اف عنده حاجه اسمها باكيت تايبس، تمام. يعني انا كده كده عارف معنى باكيت. الباكيت دي اللي هي الايه المسج اللي بتتبعت ما بين الراوترات، تمام. فالاو اس بي اف عنده حبه كده مسجات مخصصه ليه. الهيلو باكيت دي اللي ايه بيديسكفر بيها النيبرز، تمام. زي ما قلنا هنا ايه في نيبر ريليشن شيب سيت اب بتحصل، تمام. وعندي حاجه اسمها داتابيس ديسكريبشن، دي بتبعت سمري عن ال اس دي بي، تمام. تبعت سمري كده عن ال اس دي بي بين الراوترات وبين بعضها، تمام. وعندي اللينك ستيت عندي ليها ثلاث حالات: ريكوست وابديت واكنولجمنت، تمام. باينه قوي من اسمها، في راوتر بيعمل ريكوست علشان ياخد من راوتر تاني اي ادفرتايزمنت او اي ابديت جديد، تمام. بيعمل ريكوست يقول له لو عندك اي ابديت جديد تبقى ابعته لي مثلا، تمام. اسمه ايه ده الابديت بيتبعت، الراوتر بيرد عليه بالابديت، اوكي. بيرد على الريكوست ده بالابديت، تمام. بعد كده الراجل اللي استلم الابديت ده اللي هو اصلا كان طالب الريكوست، الراوتر اللي استلم الابديت وكان طالب الريكوست، بيبقى حاجه اسمها اكنولجمنت اللي بيقول له تمام زي الفل وصل لي وانا اتشكيت الدنيا عندي. اوكي. اوكي. فده ايه دي الكونسبت الاساسيه في الاو اس بي اف، تمام. هنا قبل ما نخش في النقطه دي في نقطه هنا مهمه اللي هي الوركينج ميكانيزم بتاع الاو اس بي اف، تمام. بيبدا بالانيشيت ان هو بيسيت اب النتورك بين نيبرز، تمام. بيبعت التو واي حاجه اسمها تو واي، هي حاجه اسمها تو واي دي اللي عباره عن ايه الراوترات بتبعت لبعض الهلو باكيتس دي، تمام. تكستشينج ما بينهم، تمام. بعد كده بيخش في حاجه اسمها اكستورت، مش مهم نعرفها. حاجه اسمها اكستشينج اللي هم يبداوا يعرفوا الايه الداتابيز ديسكريبشن اللي هي دي، تمام. الداتابيز ديسكريبشن يبداوا بيبعتوا ال اس دي بي، تمام. بعد كده يبعتوا لبعض الريكوستات والابديتس، تمام. الدنيا كده بقت تمام، خلاص كده عملوا الايه ال اس دي بي بقت ماتش مظبوطه بينهم وبين بعضهم، تمام. فكل واحد بقى عنده ال اس دي بي الخاصه بيه يرن عليها الايه الالجوريزم بتاع الاس بي اف، اوكي. بيحسب بقى الالجوريزم بتاعت الاس بي اف. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه كله، بس بشكل ايه تكنيكال شويه ومصطلحات تكنيكال اكتر بس مش اكتر، تمام. انما ده كل الكلام اللي احنا قايلينه اللي احنا شرحناه، بس هنا مصطلحات تكنيكال شويه، تمام. فانا هيلو باكيتس بتسيت اب الريليشن شيب بين الايه النيبرز وبعضهم. الداتابيس ديسكريبشن بتحتوي على ملخص لل اس دي بي. اللينك ستيت ليها ثلاث حالات: ريكويست وابديت اللي هو الرد بتاع الريكوست، والاكنولجمنت اللي هو تمام بيتمم ان الدنيا مظبوطه، تمام. الاو اس بي اف عندي ليه ايه ليه ثلاثه تيبلز: تيبل للنيبرز، تمام. تيبل بيحتوي على النيبرز، اوكي. وايه النيبرز اللي هيبعت لهم بقى ال اس اي، تمام. وتيبل ال اس دي بي ده طبعا كده كده عارفينه، والراوتنج تيبل برضو احنا كده كده ايه عارفين، تمام. حد عنده مشكله في اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟ عندي الايه سنجل اريا والمالتي اريا اتكلمنا فيها برضه، تمام. سنجل اريا ان انا يبقى الشبكه عندي كلها في اريا واحده، والاريا دي تبقى اسمها اريا زيرو، دي اللي اسمها باك بون اريا، تمام. وسواء انت عندك مالتي اريا او اس بي اف شغال مالتي اريا او شغال سنجل اريا، لازم الباك بون اريا اللي هي اريا زيرو تبقى موجوده. هتعمل اريا واحد، اريا 100، اريا ايا كان، لازم في اريا زيرو موجوده في الحوار. ما ينفعش تبدا باريا 1، لا تبدا باريا زيرو، تمام. ليه؟ لان دي اسمها حاجه اسمها باك بون اريا، دي الاريا الاساسيه، دي البيزك بتاعت الاو اس بي اف، تمام. المالتي اريا او اس بي اف زي ما قلنا بنسبلت او بنقسم الاريا الكبيره دي لكذا اريا صغيره، تمام. وطبعا بوجود ان في ايه اريا زيرو، تمام، مرتبطين ببعض عن طريق حاجه اسمها اي بي ار اللي هي اريا بوردر راوتر. اريا بوردر راوتر ده مش نوع راوتر، ده مسمى بيتقال للراوتر اللي متوصل ما بين راوتر موجود زي راوتر 1 ده مثلا. ده راوتر جزء منه في الباك بون اريا وجزء منه في اريا ثانيه، ده بيبقى اسمه اي بي ار اللي هي اريا بوردر راوتر. ده بيبقى موجود بين تو ارياز، واحده منهم تبقى الباك بون، اوكي. زي ما قلنا بستخدم المالتي اريا علشان اسبلت الشبكه، علشان ال اس دي بي وهو بينتشر ما يعملش لود كبير، وتبقى الشبكه يحصل فيها بطء، يعني تبقى بطيئه، تمام. هنا في مثال صغير في الرسمه دي
ان في هنا لينك فيلير اللي هو اهو في هنا لينك فيلير حصل في اللينك ده. فطبيعي طالما في لينك فيلير ففي ال اس اي هتتشير ما بين الراوترات هنا. جميل. بسبب ان هم متقسمين ارياز، فبالتالي ال اس اي اتشيرت فين؟ في الدومين ده، اتشيرت هنا اهو كده. تمام. ما راحتش لحد هنا، ما راحتش لحد الراوترات اللي هنا. تمام. فهنا الراوتر 2 اللي هو الاي بي ار ده، يعني الراوتر ده اي بي ار ليه؟ لانه جزء منه في الاريا الباك بون اللي هي اريا 0 والاريا الثانيه. تمام. فراوتر 2 ده عامل زي ايزوليت كده للشبكه دي. تمام. للترافيك بتاع ال اس اي بتاعها. تمام. فبالتالي الاريا 1 واريا 0 الراوترات اللي هنا مش محتاجين يعملوا ايه، يشغلوا الاس بي اف الجوريثم تاني ويحسبوا البيست بس تاني. لا، انتوا هنا اتصرفوا مع بعض، وكده كده احنا بنبعت الباكت على الراوتر ده. تمام. فهنا ده عشان ده المثال اللي بيقول لك ازاي فعلا الترافيك بيتحجم لما تقسمها الاريا. تمام. ومع ذلك الراوتنج يبقى شغال، يعني في راوتنج شغال. مش معنى ان انا قسمتها الاريا ان ده عزلته تماما عنه، لا، انا عزلت ترافيك ال اس دي بي، الترافيك اللي ليه علاقه بالادفرتايزمنت. تمام. ده عن طريق الايه، المالتي اريا او اس بي اف. تمام. تمام. إيه بس كده. بس كده. كده يعتبر قربنا نخلص. هو العشاء أذنت صح؟ انتوا فهمتوا مني. انا معلش اديت لكم 100,000 معلومة حاليا يعني. انتوا فهمتوا مني؟ الدنيا تمام ولا حد عطلان في حاجة؟ بالله عليكم لو حد مش فاهم حاجة يقول. اي حد مش فاهم اي حاجة يا ريت يقول يا جدعان، علشان اعرف ان انتوا فعلا فاهمين ولا الدنيا مش متظبطة. تهتي في الاخر من اول ايه بالظبط؟ ايه اللي تهتي فيه؟ طيب قولي لي. اللي هو ان انا عملت اكني سبيد ران كده بجري في المعلومات يعني، ولا ايه بالظبط اللي تهتي فيه؟ لا، الجزئية ممكن نرجع لآخر حاجة شرحتها عشان أوصف لك. المالتي اريا دي، اه، فوقيها بقى اللي هي قبلها على الميكانيزم ده طول، آخر اللي هي حتة فوق. الباكت والميكانيزم ده صح؟ اه، ولا اه، انت قصدك ايه؟ هي بص، ايوه، دي الطريقه اللي الراوترات بتتعامل بيها مع بعض. تمام. يعني انا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ خلينا نقول على اهو احنا كده كده الرسمه دي عندنا هنا في الوايت بورد. تمام. ايه اللي بيحصل؟ الراوتر اول حاجه هنا دول راوترين اشتغلوا او اس بي اف. لو فاكره، او لو انتوا فاكرين كلكم يعني الاي اي جي ار بي، كنا لما نيجي نشتغل هنا اي اي جي ار بي، اول ما اشتغل هنا في رساله نيبور بتظهر لي صح؟ فانا ايه رساله النيبور دي؟ معناها ان في ريليشن شيب بتتعمل بقى ما بينهم، سيت اب بنسيت اب ريليشن شيب ما بين النيبورز. تمام. تمام. ففي راوترين هنا مع بعض. حلو كده. حلو. اول حاجه نعمل حاجه اسمها بنinitiate الكونفيجريشن مع بعض. تمام. بعد كده ايه؟ بنبعت الهلو مسج يقول له انا اهلا انا جارك هنا، وده يقول له اهلا انا كمان انا جارك هنا. جميل جميل. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيبداوا يستارتوا كوميونيكيشن، او بعيدا عن اللي هي اكس ستارت واكس تشينج دي كلها بتتلخص في ايه؟ في انه بيبعتوا لبعض الداتابيس ديسكريبشن اللي هو ايه؟ سمري كده صغير لل اس دي بي. تمام. يبعتوا لبعض الايه؟ سمري كده للاس دي بي، ده يبعت لده وده يبعت لده. جميل كده. معايا لحد هنا ولا ايه الدنيا؟ يعني هما الاتنين دول بيبعتوا لبعض عشان هما في نفس الاريا، صح؟ كده كده هيبعتوا. بالظبط، عشان هم في نفس الاريا. ماشي، تمام. تمام. انا هنا يعني هنا مش بتكلم في منطقه اريا ولا مش اريا، بس طالما هم نيبرز، ما هم طالما نيبرز يبقى هم في نفس الاريا. تمام. اصل انا كنت بستغرب يعني ان هما الاتنين دول بيبعتوا لبعض، بس الراوتر اللي في النص ده مثلا مش بيبعت الناحية التانية. لا بص هفهمك. كده كده الراوتر ده مثلا اهو، اللي هو ده اهو. اوكي. ده عامل نيبر بالنسبه له ايه؟ النيبر ده النيبر وده النيبر. تمام. الراوتر ده مش بالنسبه له، ده مش نيبر وده مش نيبر وده مش نيبر، يعني ده كده مش نيبرز. تمام. بس هم علشان في نفس الاريا بيشيروا الايه؟ لينك ستيت ادفرتايزمنت. ده في الحاله الطبيعيه، اللي هو في حاله ان هو اوريدي الشبكه معمول لها سيت اب، الدنيا جميله، فاي تحديث بيحصل بيبداوا يشيروه ما بينهم وبين بعض. انما هنا انا بتكلم بس في المرحله البدايه، بدايه التشغيل بتاعت الاو اس بي اف. تمام. ايوه، تمام، انا معاك. تمام. فدلوقتي وصلنا لمرحله ايه؟ ان هم بيبعتوا لبعض سمري عن الايه؟ ال اس دي بي. تمام. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ يعني الباكتس اللي بعد كده دي مش شرط تحصل حاليا، يعني مش شرط في وقتها. تمام. يعني لو حصل تشينج ممكن، مش شرط يعني، مش حاجه
اساسيه انها تحصل في وقتها، ممكن تستنى شويه. تمام. ان هما ايه اول حاجه بيبداوا يبعتوا، يعني لو هما لسه جداد بيبداوا يبعتوا لبعض لينك ستيت لينك ستيت ادفرتايزمنت. انا يعني بص، انا عندي هنا زي ما قلنا لينك لينك ستيت هي اختصار ادفرتايزمنت، تمام، اللي هي الايه ال اس دي، اللي هي ال اس اي، سوري ال اس اي يعني. اوكي. ال اس اي دي بتشمل تحتها ايه؟ دي بتضم تحتها، يعني هنا اهو نعمل كده كأني بتكلم. اللينك ستيت ريكويست، تمام، واللينك ستيت ابديت، واللينك ستيت اكنولجمنت. تمام. فانا هنا دول كلهم ال اس دي، دول كلهم قصدي ال اس اي لينك ستيت ادفرتايزمنت، دول كلهم ادفرتايزمنت. تمام. بس دول كل واحد يعني عارفه كده اكني جبت الباكت الكبيره وقسمتها كده تفاصيل صغيره. نفس الكونسيبت بتاع اللي هو الاي بي بيتكون من ايه بالظبط. عندي الاي بي جزء منه مش عارف بيحسب لي الهوست، وجزء منه بيحسب لي الاي بي بتاع الجهاز وكده. اللينك ستيت ايوه ادفرتايزمنت كمسج يعني ممكن تبقى ده، ممكن تبقى ده، ممكن تبقى ده. تمام. تمام. كل واحده ليها وظيفه بقى. هنا ريكوست لو جهاز بيريكوست معلومات عن الايه، عن اي تغيير في الشبكه. الابديت انا في جهاز دلوقتي بعت لي ريكوست انه عايز يعرف اخر تحديث، تمام، فبعت له اخر تحديث. تمام. فبعد كده بقول له تمام انا استلمت اخر تحديث منك، الدنيا كده تمام معايا. حلو كده. تمام، الجزء اللي تحته بقى. انهي ده؟ لا لا، مش ده، اخر سلايد خالص احنا كنا فيها. اه، ايوه ايوه. دي اللي هي المالتي اريا والسنجل اريا ولا ايه؟ اه اه. ما هي دي. سريعا كده. ايه؟ بسرعة بس عشان انا ايه يعني، حاسة ان انا في حتة ساقطة مني بس مش عارفة هي فين. طب ماشي، مش مبدئيا احنا قلنا سيبك من مالتي اريا وسنجل اريا دلوقتي، سيبك من الكونسبت. انا دلوقتي نعتبر زيه زي اكني كنت شغال عادي في الايه، في الاي اي جي ار بي والريب والكلام ده كله. تمام. الشبكه عندي كلها زي ما كنا بنقول ايه، بحدد لها اوتونوموس سيستم واحد. تمام. يعني لو اي اي جي ار بي بحدد له اوتونوموس سيستم رقم ثابت للكل. تمام. ده الرقم الاساسي ما ينفعش يتغير. تمام. نفس كونسبت مشابه ليه في الاو اس بي اف. الاو اس بي اف عندي حاجه اساسيه لازم تبقى موجوده، الا وهي ايه؟ حاجه اسمها باك بون اريا، اللي هي اريا رقمها زيرو. تمام. الاريا اللي رقمها ايه؟ زيرو دي. اوكي، ثانيه اقفل التاب دي. الاريا اللي رقمها زيرو دي الاريا الاساسيه اللي موجوده للاو اس بي اف. ما ينفعش ابدا كونفيجريشن او اس بي اف من غير ما يبقى عندي اريا زيرو. ما ينفعش ابدا باريا 1، ما ينفعش ابدا باريا 10، لا لازم ابدا باريا زيرو. اكرييت اريا زيرو لان دي الباك بون، دي الاساسيه اللي عندي. تمام. تمام كده النقطه دي. ايوه ايوه تمام تمام. تمام. نخش بقى في منطق او كونسبت المالتي اريا. يعني ايه مالتي اريا؟ زي ما قلنا انا عايز احجم الترافيك بتاع ال اس دي بي وال اس اي. زي ما قلنا اللينك ستيت ادفرتايزمنت بيحصل ايه؟ بتتبعت في الشبكه كلها. تمام. زي ما بيحصل هنا مثلا، فين اللي هي دي، ده بيحصل هنا ويحصل هنا ويحصل هنا. تمام. انا عايز، لا انا عايز احجمها، مش عايزها تتبعت في الشبكه كلها. طب ليه مش عاوز تتبعت في الشبكه كلها؟ زي ما قلنا انا ممكن لو انا قسمتها ارياز كده، وطبعا في باك بون اريا اساسيه هنا. تمام. لما اجي اقسمها لكذا اريا، اول حاجه انا في كونسبت زياده ظهر معايا اللي هو ايه؟ الاي بي ار، راوتر الاي بي ار. ايه راوتر الاي بي ار ده؟ الراوتر اللي هو اريا بوردر راوتر، ده راوتر ما بين الاريا 0 واي اريا تانية. يعني الراوتر 2 ده اي بي ار بالنسبه، يعني اي بي ار جزء منه في اريا 0 وجزء منه في اي اريا تانية. تمام. تمام كده النقطه دي. ايوه ايوه انا معاك طبعا. جميل. فدلوقتي الاي بي ار ده وظيفته انه بيعمل ايه؟ اكنه بيعمل لي بيعزلهم عن بعض، بيعزل الاريا دي عن الاريا دي. هو بيقسم الاريا دي، وفي نفس الوقت بيصبح ان في راوتنج ما بينهم. يعني ده لو بعت باكت من هنا لهنا توصل عادي. تمام. تمام. النقطه بقى في ايه؟ نقطه في فانا ليه اعمل مالتي اريا؟ ليه اقسمهم لكذا اريا؟ لا زي ما قلنا انا لو عندي هنا في اللينك ده اهو لو تاخدي بالك، لينك هنا حصل فيه مشكله. تمام. لما اللينك بيحصل مشكله في بروتوكول الاو اس بي اف، الشبكه دي شغاله كلها او اس بي اف، هنا لينك حصل مشكله، ايه اللي هيحصل؟ أيوة. فهمت، زي ما قلنا في الاول خالص ان هو الجزء ده بيظبط المشكلة بتاعته مع بعض، وبحيث ان هو في الاخر بيدي النتيجة النهائية ان احنا نكمل البث بالظبط بتاعنا بشكل بالظبط طبيعي.
بالظبط. تمام وهو الاو اس بي اف اصلا شغال ايه؟ هو بروتوكول من عيله ايه؟ اللينك ستيت بروتوكول. لينك ستيت يعني هيبداوا يشيروا الستيت بتاعت اللينك ده. في لينك وقع يا جدعان وعايزين نشوف له ايه اي لينك بديل ليه عشان نروح للراوتر ده. فبيبداوا ايوه فهمت. يبعتوا الادفرتايزمنت ده لبعض. فبدل ما الادفرتايزمنت ده يوصل لهنا وهنا، ده لا يعنيهم بشيء. يعني الخمس راوترات اللي هنا دول لا يعنيهم بشيء الادفرتايزمنت ده يعني ايوه مش فهمت. هيأثر لهم في حاجه. فبالتالي ايه؟ الاي بي ار ده وظيفته انه عزل الترافيك عن الارياز اللي لا يعنيها الادفرتايزمنت الجديده دي. وفي نفس الوقت هم اتعاملوا مع بعض هنا بحيث يعملوا كالكوليشن جديد. بعتوا ال اس اي من جديد، جهزوا ال اس دي بي من جديد، عملوا رن للاس بي اف من تاني، للالجوريزم من تاني، وعملوا وحسبوا الراوتنج او حسبوا البيست روت لكل ديستنيشن عندهم هنا وبينهم وبين بعضهم، من غير ايه؟ من غير ما دول ايه يوجعوا دماغهم. تمام كده؟ اه تمام تمام فهمت، شكرا. زي الفل زي الفل زي الفل. العشاء أذنت، نروح نصلي وبريك. نروح نصلي بس رباعية، مش عايزين نطول. وهنرجع هنا كونسبت بسيط، كونفيجريشن اعبط، كلمتين وهنقفل ايه؟ السيشن بتاعتنا. عندي زي ما قلنا الباك بون اريا، تمام، اللي هي اريا 0. اوكي. اي راوتر عنده انترفيس في اريا 0 يبقى اسمه اي بي ار. اي راوتر جوه الاريا 0 نفسها كله الانترفيسز بتاعته كلها جوه الاريا دي، يعني مش شرط برضه. يعني ساعات كده وساعات كده، يعني في مصادر كده ومصادر كده يعني. تمام. بس اي راوتر جوه الاريا 0 يعتبر باك بون راوتر. تمام. يعني هي باك بون اريا، فالراوتر بتاعي يبقى باك بون راوتر. كل دي مسميات، يعني هي مسميات بنقولها بس عشان نبقى فاهمين. تمام، مش اكتر يعني. تمام. تمام. والاي بي ار زي ما قلنا ده الراوتر اللي ما بين اكتر من اريا، يعني ما بين اريا والتانية، وواحدة منهم هي اريا 0. تمام. لان قلنا الراوتر ده اللي هو ايه؟ راوتر كله بالكامل جوه اريا معينة. تمام. وايه تاني؟ وعندنا ممكن يبقى في راوتر اي بي ار وبي ار في نفس الوقت. يعني الراوتر ده مثلا اهو، باك بون راوتر. ليه؟ لانه متوصل باريا 0. دي اريا 0. تمام. عشان دي اريا 0. اوكي. فالراوتر ده اللي هو الاي بي ار ده، اسمه ايه ده؟ يعني ده بنقول عليه اي بي ار لان في انترفيس منه متوصله باريا 0. في نفس الوقت بنقول عليه بي ار لان لنفس السبب، ان في انترفيس تبعه متوصله باريا 0. اوكي. وايه تاني؟ الاي اس بي ار بقى ده اللي هي اي اس، اختصار الاوتونوماس سيستم برضه. تمام. اوتونوماس سيستم باوندري راوتر. ده الراوتر اللي رابط ما بين اريا، او اس بي اف اريا، وسيستم تاني، اوتونوماس سيستم تاني خالص، اكسترنال اوتونوماس سيستم. تمام. بس فدي بس اكنها رولز بتتحدد للايه؟ للراوترات. تمام كده. هو في حد دخل زي ده يعني؟ اوكي ماشي عظيم. نبدأ ايه؟ نخش في الكونفيجريشن. تمام. في حاجات اساسية وحاجات مش هنكتبها. أول حاجة كونفيجريشن السنجل اريا والمالتي اريا هو واحد عامة يعني. تمام. فرق في حاجة بسيطة جدا. أول حاجة احنا بنكتب حاجة اسمها راوتر، بنكتب راوتر او اس بي اف عادي زي راوتر اي اي جي ار بي، زي راوتر ريب. تمام. الرقم اللي بنكتبه بيبقى رقم حاجة اسمها بروسيس اي دي. تمام. بيبقى مجرد ليبل كده. تمام. يعني مش أكتر. طب حاجة عاملة زي الاوتونوموس سيستم بتاع الاي اي جي ار بي كده. تمام. تمام. وبنكتب الراوتر اي دي زي ما قلنا، راوتر اي دي ورا كده. تمام. بس مش شرط، ده اوبشنال واحنا مش هنكتبه بصراحه، يعني مش هوجع دماغي واكتبه كده كده اوبشنال، يعني ممكن ما نكتبوش عادي. تمام. فبتكتب راوتر او اس بي اف والبروسيس اي دي بتاعته، وتكتب بقى الراوترات. بس الراوترات هنا بتكتبها بشكل مختلف. تكتب نتورك ورقم الشبكه الاي دي بتاعها. تكتب حاجه اسمها وايلد كارد. انا مش فاكر شرحت لكم الوايلد كارد ده ولا لا. هو انا شرحت لكم الوايلد كارد ده قبل كده؟ انا ناسي، انا شرحت لكم الوايلد كارد قبل كده ولا ايه؟ تقريبا لا. لا. اوكي. اوكي. بص انا عندي، خلينا نقول ايه دلوقتي اهو. سب ماسك مثلا، ده سبنت ماسك. تمام. ده كده سبنت ماسك. اوكي. الوايلد كارد ده المكمله بتاعت السبنت ماسك. يعني مثلا السبنت ماسك هنا او الاي بيات عامه اخرها ايه؟ 255 255 255 255. تمام. المكمل بتاع ده هنا ايه؟ زيرو. ليه؟ لان ده متقفل 255.
وده زيرو لان ده متقفل 255، وده زيرو لان ده متقفل 255، وده 255 ليه؟ لان ده زيرو. تمام. فالوايلد كارد يعني بص، اطرح هقول لك على حاجه. انت عندك الرقم التوتال لاي اسمه ده، لاي اي بي اللي هو بيبقى ايه لاي سبنت اخرها كده، ده اخرها. تمام. الرقم ده اطرح منه السبنت ماسك يطلع لك الوايلد كارد. بس باختصار شديد خالص، الوايلد كارد وظيفته زيها زي السبنت ماسك بالظبط. تمام. وصلت لكم؟ فده الوايلد كارد اللي انا ايه، ده الوايلد كارد اللي انا بكتبه. انا ما بكتبش سبنت ماسك، ايه ده سوري، انا ما بكتبش سبنت ماسك، انا بكتب حاجه اسمها بكتب الوايلد كارد. تمام. بدل ما بكتب السبنت ماسك بكتب الايه، الوايلد كارد. اوكي. فالوايلد كارد ده ايه؟ ده المكمله بتاعت السبنت ماسك. تمام. فهنا دي 3 اللي هي ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ايه الرقم اللي اجمعه على 3 هنا يديني 255 اللي هو 252. صح 252 اللي هو الاي بي اللي بكتبه لما ببقى عايز اعمل شبكه بي تو بي. تمام. فهنا ده السبنت ماسك بتاع الشبكه البي تو بي. اوكي. فهمتوها كده ولا ايه الدنيا؟ هو مش حاجه جديده، هو الوايلد كارد هو المكمل بتاع السبنت ماسك مش اكتر. طب الباقي تمام ولا ايه؟ ماشي ماشي ماشي. وبعد كده بكتب النتورك بالسبنت ماسك بتاعتها او بالوايلد كارد بمعنى صح، يعني مش سبنت ماسك. بكتب اريا ورقم الاريا. طبعا انا اول حاجه ببدا بيها ايه؟ ببدا اريا زيرو. انا ببدا باريا زيرو. تمام. عشان ايه محدش يتلخبط يعني. انا ببدا باريا زيرو. تمام. نفس الكونفيجريشنز هعملها للمالتي اريا، بس بكتب اول واحد في اريا زيرو وبعد كده بكتب ايه، اريا 1. تمام. بس فيعني ده بكتب الشبكه اللي يعني اللي ليها علاقه بالاريا. تمام. يعني زي مثلا مش عارف هنا اهو مثلا، هنا لما اجي اكتب مثلا ده الاي بي ار مثلا اهو. تمام. ده هنا لا ده باك بون اريا، هنا اي بي ار. تمام. المالتي اريا الكونفيجريشن بتاع المالتي اريا بشتغله على راوتر الاي بي ار. يعني راوتر الاي بي ار اللي هو زي ايه، زي دول كده، اللي هم ده وده، دول اللي اشتغل عليهم مالتي اريا لان هم متوصلين بكذا اريا. انما انما مثلا ده لا ده في اريا واحده، وده في اريا واحده، وده في اريا واحده. تمام. وده في اريا ايه، واحده زي ما قلنا. جميل. جميل. فهنا الاي بي ار ده اللي ايه هشتغل عليه مالتي اريا، فهشتغل على شبكه 10 اريا 1 مثلا وشبكه 20 اريا 0. تمام كده. اوكي. فنبدا نكتب الايه، انا اول حاجه هحدد الارياز بتاعتي. تمام. فانا هنا عندي دي خليها اريا 1، وده هنا دي اريا 0 الاساسيه بتاعتي. لا او بلاش بقى يا ماشي ماشي، ودي اريا ايه 2. تمام. طب هنا بقى ده انا هشتغل او اس بي هنا الاول، هنا ايه هنا سنجل اريا، ده معناه ان هم كلهم هيبقوا ايه اريا 0. اوكي. عشان فاهم، عشان نبقى فاهمين يعني. تمام. في حد دخل زياده انا خدتش بالي، هو انت داخله باسمين ما علينا المهم كنا بنقول ايه. اه هنشتغل او اس بي. انا كده كده زي ما قلنا انا كاتب الاي بيهات. تمام. زي ما كنا عملناها في الاي جي ار بي والريب. فهكتب هنا ايه كونفجريشن الاو اس بي. فاول حاجه هعمل ايه enable conf t. تمام. راوتر اي جي ار بي لا سوري راوتر او اس بي اف 10. تمام. طب خليها نرجع كده تاني، يعني خليها exit. وهنا نعمل نو، نلغي بس الكوماند ده عايزين نشوف حاجه. تمام. راوتر او اس بي اف وعايز اعمل علامه استفهام. بروسيس اي دي نفس العدد برضه زي بتاع الاوتونوموس سيستم بالظبط. تمام. بس دي اسمها ايه، بروسيس اي دي مش اوتونوموس سيستم. تمام. فانا هكتب ايه 10. اوكي. هعمل ايه، هشيع النتورك. طب النتورك دي اوكي اهي النتورك واحطها في الاريا. تمام. فانا هنا النتورك اللي متوصل بيها دايركت هو ايه، نتورك 10. نتورك 10 0 0 ايه 0 والسبنت ماسك بتاعها 0 0 0 3. تمام. الوايلد كارد اصلي يعني. والاريا ممكن اعمل ايه
دلوقتي ما عنديش غير اريا 0 احطها. اوكي، انا هنا عملت علامه استفهام جاب لي كذا فاليو. بص الاريا ممكن تتحط من اول ايه لايه، من اول 0 لحد ده. تمام. اريا اي دي از ايه اديسيمال فاليو. اوكي، فانا هنا هحط الاريا ايه 0. تمام كده، انا ايه شيعت النتورك بتاعت ايه بتاعته ده هنا. حلو كده. انا عايز اتاكد من حاجه بس سريعا، بس قبل ما اكمل، ثانيه واحده. لا مش ده. اوكي 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 اوكي، عظيم عظيم، ماشي. تمام. فالمهم نكمل زي ما احنا. هاجي اكمل هنا شغل على الراوتر ده. تمام اهو. هعمل ايه؟ enable conft راوتر OSPF بروسيس اي دي نفس البروسيس نتورك A10000 والوايلد كارد بتاعها والاريا 0. تمام. ونفس الكلام النتورك اللي بعدها اللي هي نتورك 20، النتورك التاني. تمام كده، انا ايه زي الفل. اجي هنا برضو اعمل نفس الشغل. enable conft راوتر OSPF 10 نتورك 20000 بالوايلد كارد بتاعها واريا 0. تمام. برضو اشيع النتورك التانية نتورك 30 بس. هنا ايه نجرب كده، يعني ان شاء الله يشتغل. انا بقالي 3 ساعات فاتح البتاع ده. ماشي اهو، ده سكسسفول، ده معناه ان الترافيك هنا بقى ايه مظبوط. اوكي، نكمل برضو هنا شغل لحد الاخر. enable conft سوري انا كتبت conft راوتر OSPF 10 ايه لا ثانية ارجع، كتبته زيادة رقم. ماشي. راوتر OSPF 10 نتورك 30 والوايلد كارد بتاعها واريا 0. تمام. وبرضه نتورك 40 40 اهو. نيجي نتشيك الترافيك من هنا لهنا. هو ماشي. لا ثانية. مظبوط كده، كان لسه بيفوق. ماشي. وهنا ايه برضو اخر راوتر عندي configuration terminal راوتر OSPF 10 نتورك 40 والوايلد كارد بتاعها واريا ايه 0. زي الفل كده. كده ايه كده الايه الراوتنج عندي شغال او سنجل اريا OSPF زي الفل سكسسفول. تمام كده، الدنيا مظبوطه بالنسبه لكم. نخش في المالتي اريا. تمام يا جدعان، انتوا نمتوا ولا انتوا معايا؟ طيب خلاص، احنا خلاص بنخلص، ما تقلقوش. يعني انا عارف انتوا تعبتوا. احنا خلاص، احنا فاضل لنا العمل بتاع المالتي اريا اللي هو برضو السطرين دول والايه وكلمتين اللي هي ادفانتجز وديس ادفانتجز، دي اصلا يتم استنتاجها يعني من فهم السيشن. تمام ما تقلقوش، احنا خلاص بنخلص يعني. هنا نبدا نشتغل مالتي اريا OSPF. تمام. هشتغل هنا ايه هشتغل هنا الاول اريا 0. تمام، خلينا اشتغل اريا 0 الاول. اوكي، فانا هنا هعمل ايه enable conft راوتر OSPF في بروسيس 20 مثلا. تمام. نتورك عندي النتورك اللي هشيعها ايه 20000 والوايلد كارد بتاعها برضو والاريا 0. تمام. نفس الكلام اريا ايه 30 نتورك قصدي 30. تمام. ابدا بقى اشتغل على ايه على الراوترات اللي عندي. ابدا هنا بالراوتر بتاع اريا 1 مثلا. تمام. هنا راوتر اريا 1 enable conft راوتر OSPF 20 نتورك 10000 والوايلد كارد بتاعها والاريا 1 اريا 1 بس زي الفل. الاي بي ار بقى هنبدا نشتغل عليه الاي بي ار. ها، انا هنا هشتغل يعني هنا هذيع شبكه في اريا وشبكه في اريا تانية. تمام. الشبكه دي هو الراوتر ده عنده انترفيس تبع اريا هنا وانترفيس تبع الاريا التانية. تمام.
فانا لما اجي اشيع الشبكتين هعملها ازاي؟ اما اجي اكتب الشبكتين هكتبهم ازاي؟ نكتبهم كده اهو. تمام. enable conft راوتر او اس بي اف 20. اول حاجه شبكه 10 دي والوايلد كارد بتاعها اريا 1. تمام. طب وشبكه 20؟ شبكه 20 اريا ايه؟ ايه ده؟ ثانيه انا اه ثانيه في حاجه. ثانيه انا نزلت في الاسهم بطريقه غلط يعني. ثانيه ارجع هنا تاني. اه شبكة 20 اكتبها ايه؟ اريا 0. تمام. اه شبكة 20 يعني خلينا نكتبها من الاول. نتورك 20 000 والوايلد كارد بتاعها اريا 0. تمام كده. ايه بقى؟ عندي راوتر في اريا ده جزء منه اريا 1 وجزء منه اريا ايه 0. تشيك كونكتيفيتي سريعا. لا بقى ما بلاش قلة ادب دول. اه ده سكسسفول. هو يعني خلاص بيجيب جهاز البرنامج فبيعلق يعني. تمام. فهو بس هو تمام اهو كده معناه ان ايه؟ الشغل تمام. تمام. نشتغل على الاي بي ار التاني. تمام. لو حد ما خدش باله في الشغل الاولاني ايه يركز معايا هنا. تمام. اول حاجه انا هعمل ايه؟ enable conft. تمام. راوتر او اس بي اف 20. تمام. عندي جهه منه شبكه، هو الراوتر ده متوصل في شبكه 30 وفي شبكه 40. تمام. فشبكه 30 دي شبكه 30 اهو. تمام. في اريا ايه؟ في اريا 0. طب وشبكه 40 اهو نتورك 40. ثانيه او يدي رساله النيبر في يعني اديتها في وقت يعني استفزاز. ماشي 40. هو بص هو بيدي رساله النيبر او الادجيسنت يعني ايا كان، اللي هي البروسيس بقى شغاله، بدأ البروسيس وتمام واللودنج والكلام ده كله ايا كان يعني. المسج بتاعت الاو اس بي اف اللي بتبين لك انه اشتغل خلاص يعني. تمام. هنا ايه؟ اريا ايه 2. جميل كده. جميل. هنا برضو ابدا اتشيك يعني يا ريت بس ما يجيبش ايه ايرور كتير في الاول. ابدا اتشيك الكونكتيفيتي من هنا لهنا. الحمد لله ده سكسسفول. enable conft. واخر شغل عندنا اهو في العملي راوتر او اس بي اف 20 نتورك 40. هي دي مش 20، هي 2. اه خدتش بالي بصح. اوكي خدتش بالي والله. شكرا. نو نكتبها تاني. راوتر او اس بي اف 20 نتورك 40. انا هنكت انا شخصيا والله انا حاسس بيكم معلش. اريا 2. بس ودي رسالة هو النيبر. معلش عشان انا نسيت، هو الرقم اللي بيتكتب جنب OSPF ده كان بيبقى ايه؟ حاجة اسمها بروسيس اي دي. بس هي بروسيس اي دي مجرد ايدنتيفاير للبروسيس اللي بتحصل، اللي بتخلي الميكانيزم بتاع الاو اس بي اف يشتغل. اللي هي ثانية فين اهو. دي كانت ثابتة ولا بتتغير؟ لا ثابتة بنثبتها، بتبقى حاجة بتبقى ليبل بس بنعرفها. ابص انا هبص هتأكد لك من معلومة ثابتة ولا لا دي. بس هي في الغالب ثابتة بس هتأكد لك منها. تمام. بس هي في الغالب ثابتة بس هتأكد لك منها عامة. آه، بس فهي زيها يعتبر زيها زي الاوتونوموس سيستم اللي كنا بنكتب له اي جي ار بي. حتى بتدي نفس الرينج بتاعه يعني هي من 1 ل 65535. تمام. نفس الرينج بتاع الاوتونوموس سيستم بتاع الايه؟ بتاع الاي جي ار بي يعني. تمام. هنا اهو البنج شغال تمام، الدنيا زي الفل، كونكتيفيتي مظبوطه، كل حاجه ايه مظبوط. بس كده كده احنا ايه خلصنا العملي. تمام. حد في حاجه مش فاهمها؟ ماشي ماشي. ده في شماتة، ده في شماتة وفي جميل والله. كله هيتحاسب كله هيتحاسب. انتوا مستعجلين على ايه؟ والله انا شخصيا تعبت يعني فحاسس بيكوا عامة. عادي بتحصل. هو احنا خلصنا خلاص. احنا فاضلناش غير سلايد اهي اخيرة يعني اهي. سلايد ودقيقة نكون خلصنا يعني. طب سريع يلا عشان ايه الناس اللي مستعجلة.
العيوب بتاعه اللينك ستيت انه بيستهلك ميموري وسي بي يو كتير، بيستهلك ريسورسز كتير. ليه؟ لان انت الالجوريزم اصلا بتاعه كومبلكس شويه. في نفس الوقت اسمه إيه ده، في ال اس دي بي، في كذا داتا، في كذا تيبل موجود، فده بيشغل مساحه، تمام، اللي هي ميموري، والسي بي يو اللي هي فكره البروسيسنج نفسها يعني، تمام. فبس عشان الالجوريزم اللي بيرن عليه وكده. في نفس الوقت الديزاين كومبلكس شويه، تمام، جو بقى الاريا، المالتي اريا والرو والاي بي ار ومش عارف ايه الكلام ده كله. لو في الديزاين مش مظبوط قوي، ده بيخلي ايه، البروسيسنج في مشكله في البروسيسنج في الايه، في النتورك عندي، تمام. مش حد بقى يتحرك. طبعا هو كومبلكس اكتر من ايه، من البروتوكولات التانية، غير ان هو فيه باكيت تايبس وانواع ورولز من الراوترات والكلام ده كله. بس الادفانتجز بتاعته طبعا اللي هو فاست كونفرجنس، تمام. اي تغيير في الشبكه بيحصل هو بيرياكت عليه بسرعه جدا. سكالابل، لان هو طبعا بيدعم عدد كبير من الراوترات والشبكات، فالموضوع بالنسبه له يعني يقدر عليه عادي. احسن بروتوكول في اختيار البيست باس. انا بيعتمد في الغالب الكوست دايما في الغالب بتعتمد على الباندويتس، تمام. ممكن يبقى هو الميزه اللي بتميزه عن الاي اي جي ار بي ان هو الاو اس بي اف هو اوبن ستاندرد، شغال على كل الايه، كل الانواع. انما الاي اي جي ار بي شغال ايه، اسمه ده، شغال على راوترات سيسكو بس، تمام. وايه تاني؟ وطبعا مفيش الاس بي اف او اللي هو الشورت باس فيرست الجوريزم اللي بيعمل له رن ده، بيخلي في ايه، مفيش لوبس في ايه، في النتورك بتاعتي. وادي سلايد الثانك يو اللي مستنيينها. كده احنا ايه، خلصنا الحمد لله. كل تقريبا منهج السي سي ان اي كده خلص.